ضيفنا النهارده في التركايه الصراحه غلبني عشان يطلع معايا وطلع عيني، ولكن انا صممت وحاربت عشان يجي هنا يقعد في صالون التركايه. ضيفنا النهارده اخويا وحبيبي مصطفى. ازيك يا درش؟ انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك، ويعني حاجه مشرفه تتحط في السي في بتاعي يا باشا ان كلام انا كبير يا النهارده باشا. معاك. والله باشا العظيم دي الكلام الكبير ده حقيقه، يا باشا. والله حقيقه جدا. حضرتك من الناس المحترمين والقلائل برضو في الوسط ده والمجال ده، ان انا اتشرف ان انا اكون معاه ودايما اكون معاه. حبيبي يا درش. ربنا يخليك. بس عجبني كلمه في النص كده حضرتك يعني. يعني صالون التركايه ما شويه فيهوش حضرتك. لا واقول صالون لك انت التركايه ما فيهوش وبتاع حضرتك. مصطفى وبتسلم. خلينا نرجع شويه لورا. مصطفى انا عايزك تعرفني طبعا انت عندك بيزنس ايه وبتعمل ايه بالظبط. برضو تعريف انا عايز اعرف منك عشان هندردش شويه في البيزنس وهنرجع لورا في البدايات. قول لي بقى دلوقتي انت بتعمل ايه؟ انا سي او فاوندر لشركه ام جي انترناشونال. هي شركه مختصه في السفر والهجره والدراسه. بداتها من تحت خالص، يعني بالماينس مش من الزيرو. كنت شغال في المجال ده قبل ما افتح ام جي. قعدت حوالي اولموست 4 سنين تحت امبريلا شركه موجوده هي دلوقتي كومباتيتور ليا كام جي يعني. بعدها مشيت من الشركة. قعدت اشتغلت زي فريلانس شوية في نفس لا هي المجال. ام جي بقى لها قد ايه اصلا؟ ام جي دي السنة الخامسة، داخلين في الخمسه ما خمس شاء سنين الله. اه داخلين في 5 سنين. وانا داخل في 9 سنين في الكارير طب بشكل عام. هو انت عندك كام سنه اصلا؟ انا عندي 32 لا ما سنة. تهرجش. والله هتمهم لا يوم مش الجمعة هتشوف، ما شاء الجاية. الله الجمعه لا، الجايه. الجمعة الجاية 32 سنة. لا خلينا نرجع بقى شويه كده بالراحه. حلو. احنا ام جي ما شاء الله احنا بقالنا 5 سنين. مهم. عندنا فروعنا فين؟ في مدينة نصر وزايد ودبي. مدينه نصر وزايد وزايد ودبي. ودبي اه. وانت جاي زايد عشاننا؟ لا والله، أم- انا يعني انتوا موجودين قبل كده كده اه فاحنا جايين علشان انتوا موجودين. فتحت في مصر وفي دبي ليه؟ يعني اشمعنى دبي؟ كان عندي مشكلة في ان انا ما بقدرش ادفع مدفوعات دولية من مصر، كان في اه ليميت معين في ايوه فترة ايوه ايوه ما. ايوه اه. فاضطريت ان انا كنت محتاج افتح فرع بره مصر، مم. مع ان كان الناحية المادية بالنسبة لي مش ما احسن كان، حاجه. لا طبعا ولا اه تستوعب ان انا افتح. لان انا كنت ساعتها عندي أوضة مأجرها في ورك سبيس مع ناس. في الفتره دي. اه، اه اوضه مأجر مم. اوضه ورك سبيس. اه يعني في 30 40 شركه، اه انا من ضمنهم. فواخد اوضه، فده واحد راح فتح اوضه في دبي. مم. فكان فرع وبنقول عليه فرع، بس هي اكشلي كانت اوضه. اه فاضطريت ان انا افتح حاجه علشان اقدر اعمل عليها رخصه تجاريه، فاقدر افتح حساب بنكي، فاقدر احط فيه فلوس بالدرهم، فاقدر ان انا اجيب فيزا ادفع بيها للعملاء مم. اللي عايز يعمل معادله لشهاداته، امتحان، احجز طيران، اعمل الحاجات ديت علشان يبقى عندي يعني مساحه في الانترناشونال برشيزنج. فده كان ده سبب اختيار دبي يعني. اختيار دبي ان انا افتح فرع هناك. مم. ودلوقتي فرع بقى الحمد ما لله، شاء الله. خدنا مقر. اللي انا اكتشفته عنك ان انت لا مصطفى يا جماعه بجد بيقول يعني حاجات من جواه مش طبيعي ان هي تتقال في قعدات، في اول قعده. لا ده الراجل راجل بيقول انا موجود، انا حقيقي، انا حقيقي. وده اللي انا عجبني يا مصطفى ان انت فيه. وعشان كده ان الكلام اللي انا كنا بنتكلم فيه انا حبيت ان انا نقعد النهارده في بودكاست. انا عايز اسمع بقى البدايات. تعالى نرجع لورا في الشغل ونبدا في الشغل ولغايه المرحله اللي احنا فيها النهارده. بدات في سنين اول ما اشتغلت كنت عندك كام سنه؟ انا وضعي الاسري نوعا ما مفكك. انا بابا ومامتي منفصلين. كان وضعي مش احسن حاجة خالص، يعني كنت ولد على بنتين. لما بابايا ومامتي انفصلوا، اخواتي البنات، واحدة راحت عند عمتي والتانية راحت عند ستي، وانا قعدت في الشارع. مم. كان بابايا ساعتها اتجوز، ومامتي كانت مقيمة في مكان وبابا في مكان تاني. احتكاكك بالشارع بقى ده بيبقى سلاح ذو حدين، وصعب جدا انك بتشوف الواقع الحقيقي لكل حاجة. بدأت حياتي اللي في الشارع ديت من سن صغير جدا جدا. عملت كل حاجة بقى ممكن تتعمل. أول شغل اشتغلته في حياتي كنت ساعتها في تالتة إعدادي وطالع أولى ثانوي. كان في الملاهي ديت لسه مبنية جديد.
فكان كل واحد بيقف على لعبة علشان يخلي باله من الأطفال، وبيمسح اللعبة قبل ما يبدأ الشفت وبعد ما يبدأ الشفت. كنت باخد في اليوم 30 جنيه وباخد 200 جنيه في الشهر as a bonus بلس ال ال يعني الإكراميات والحاجات ديت كان عادي مسموح بيها انك تاخدها. اشتغلت في الملاهي ديت حوالي 3 أو 4 شهور. سبتها بسبب ان هي اتحرقت، وكان موضوع كبير جدا. انا كنت لا، كان ملاهي اسمها ليلي عند بوابة 6 الرحاب. ودي اوريدي ده اكشن حصل، اتحرقت وجت في التلفزيون والجرايد والكلام ده. وفاكر انا اليوم اللي اتحرقت فيه. انا عجوز قوي. لا انا انت مش عجوز ايوه قوي كده، ايوه انت لسه شاب برضه. ايوه لا والله عجزت والله. اليوم اللي اتحرقت فيه انا كنت بطفي الحريقة كأن انا صاحب الملاهي، وكنت معرض نفسي للخطر كبير جدا جدا جدا. يعني كنا نروح نجيب رملة ومية ونجري في الحريقة. وانت عندك ثالثه اعدادي ولا؟ ما انا في الشارع بقى، انا في الشارع، انا قاعد انا باكل وبفطر وبتغدى وبتعشى في الشارع. انا بروح انام. كنت عايش مع بابايا في الفترة الاولانية. يعني اول لما سبت ماما رحت عشت مع بابا. فبناء عليه انا كنت ممكن اقعد بالاسبوع ما بشوفش بابايا، محدش بيشوفني. كنت بروح انام اصحى، كان هو مدرس، فبيروح المدرسة الصبح بدري، فانا بمشي وهو مش موجود، وباجي وهو نايم. فكنت انا مطلوب مني ان انا لازم اكل واشرب واصرف على نفسي. فبدأت في موضوع الملاهي ده، فسبتها لما اتحرقت. فقالوا لنا اقعدوا في البيت لحد ما نشوف عشان في تحقيقات وبتاع. فاضطريت ان انا اشوف شغلانة تانية. اشتغلت في بتاع فراخ شوية، كنت بقطع الفراخ. ولما اترقيت شوية كان هو عنده مكان موتوسيكلات، فتعلمت سواقة الموتوسيكلات وبقيت دليفري لحد ما المكنة باظت فسيبته. يعني كان لازم يحصل اي حاجة في اي شغل عشان اسيبه. يا اتحرق يا المكنة باظت. انا قاعد انا مش عايز امشي، مفيش اي حاجة. فرحت اشتغلت في محل موبايلات في نفس الشارع بتاع محل الفراخ. قعدت فيه حبة كتير يعني. وسبته بسبب مشكلة حصلت، بموقف حصل ان واحد جاي يبيع موبايل مستعمل. فانا سعرته له وقلت له الموبايل، كان صاحب المحل ما كانش موجود، فسعرت له الموبايل. فصاحب المحل جه. يعني انا مش فاهم انا عملت، انا قلت له الموبايل ب 250 جنيه، كان ساعتها موبايلات الزراير الصغيره ديت. فالراجل ما ادانيش الموبايل ومشي. فصاحب المحل جالي، هو انت قلت الموبايل ده ب 250 جنيه؟ قلت له اه. قال لي طب ما اتصلتش بيا ليه؟ قلت له ما انا شفتك بتشتريهم ب 200 250 بالكلام ده. فالمهم لا خلاص انت اتوكل على الله امشي. فمشاني مع انه كان شاب وزيه، وكنا يعني صحاب نوعا ما. فالمهم هو افتكر ان انا كده عايز اعمل شغل من وراه، يعني ده ما كانش حقيقي، وهو اكتشف ده بعدين يعني. ف رحت اشتغلت في مكتب عقارات، وهنا كانت نقطة التحول في حياتي. كان عندك كام سنة بقى؟ كنت ساعتها طالع اولى جامعة، في ثالثة ثانوي وطالع اولى جامعة. يعني 16 سنة مثلا، 17 سنة مثلا 17 سنة. 17 سنة. دخلت. كان صاحب مكتب العقارات ده كان يعني كان المدن الجديدة كان البوابين او السماسرة معظمهم كانوا كده. فكان صاحب المكتب سمسار. كان برضو يعني حد مش متعلم، وكان باباه هو اللي فاتح المكتب، وابنه ده سنه من سني، بس كان المكتب ده بيقعد فيه ابنه. انا كنت ساعتها طالع اولى كليه حقوق من ثالثه ثانوي، وطالع حقوق الحمد لله ما سقطتش ولا سنه. انت خريج حقوق؟ خريج حقوق جامعه عين شمس. فكنت حابب بقى ان انا اروح اشتغل في مكتب، يعني نفسي مكتب، ما اقفش في شارع، ما اقفش في محل. ودي كانت مرحله بقى، انا ده نقطه تحول بالنسبه لي. وقاعد بشيل وموبايلات وكروت شحن والكلام ده. فان انا دخلت مكتب. طيب الراجل صاحب المكتب ده كان جارنا، فعايز اشتغل. فقال لي طب انت تشتغل ايه؟ ما انا مش عايز انا اللي بطلع افرج على الناس والكلام ده، انا كل اللي انا محتاجه اوفيس بوي يمسح ويكنس ويعمل شاي وقهوة للناس والكلام ده. قلت له موافق. قال لي انا مش موافق. انت موافق؟ انا مش موافق.
طب ليه مش موافق؟ اصل انت ابن استاذ جمال مدرس ومشهور في المدرسه والكلام ده، وبعدين انت ابوك هيرضى انه هو اشتغل اوفيس بوي. تشتغل اوفيس بوي عندي؟ انا مش هقدر، هتكسف اقول له صباح الخير الصبح مم. وانا نازل مم. ان انا ابنك شغال عندي اوفيس بوي. لا انا موافق ومالكش دعوه بابويا، وانا مش هقول له، ولو عرف في اي يوم من الايام ما تشغلش دماغك، انا اللي هتصدر وانا اللي هتكلم. وكنت مصر جدا، يعني انا كنت عايز اتعلم مهنه السمسره، وان انا اروح افرج ناس على شقه والكلام ده. النهارده ليها ريل استيت وليها كلام، بس كانت ايامي ساعتها كانت سمسره والحاجات دي. كنت نزلت اشتغلت معاه ب 250 جنيه في الشهر. 250 جنيه في الشهر؟ في الشهر. وكنت اروح الساعه 10 الصبح افتح في الأوفيس المكتب. بوي؟ افتح المكتب وامشي الساعه 10 12 بالليل، 10 11 12 بالليل، كل يوم على هذا الاساس. وفي الاخر الشهر 250 جنيه. انا كنت بنزل الصبح اكنس وامسح واستناه يجي. اول لما كان بيجي المكتب ساعات كان بيجي مبسوط فتمام، وساعات كان بيجي متضايق. الايام اللي كان بيجي فيها متضايق كان يربي مفتاح العربيه ويقول لي اعمل لي شاي، فاعمل له شاي. كنت كل يوم بستناه يديني الفلوس اللي اروح اجيب له بيه سندوتش فول وسندوتش طعميه، وعلشان اجيب لنفسي سندوتش فول عشان افطر. اقسم بالله ده اللي كان بيحصل يوميا. كنت افضل لحد الساعه 11 12 انا صاحي من النوم جعان، فكنت اعمل لي كوبايه شاي، معيش فلوس. 250 جنيه مش في الشهر كان بالنسبه. الفتره ديت انا فاكر جوعي بشكل كبير جدا، ان انا كنت ببقى مستنيه يجي علشان يديني فلوس واروح اكل. فكنت بجيب له فول، سندوتش فول وسندوتش طعميه، ويجيب لي سندوتش فول واكل. وكان باقي المخلل اللي كان بيتبقى منه كنت باكله. انت فاكر تفاصيل التفاصيل؟ انا فاكر الايام دي بشكل كبير جدا. هو ما كانش متعلم وما بيعرفش يقرا ولا يكتب. كان معاملته ممكن شويه مش احسن نوعا حاجه يعني ايام وايام، ايام بيبقى على حسب كويس. موده يعني. واي ايام بيقعدني معاه ويخليني اتفرج معاه على الماتش ويقول لي اقرا لي مين بيلاعب مين، واقعد اقرا كان له. كبير في السن ولا؟ لا كان شاب صغير بس ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب يعني. وكان ليه شركاء برضو كويسين. النهارده الشخص دوت او الناس اللي اشتغلت معاك شافوك عرفوك؟ ما هو هنا بقى انك قد ايه تحس يعني مفيش شخص ناجح معناش معاناة كبيرة جدا. يعني اي واحد تشوفه انت عارف، انا ناجح اول ما تشوف حجم شفتك انا المعاناة. اخر حاجه كنت اتخيلها كده. لا انا والله انا قلت ايه، اه حتى لو ما اعرفش افتكر ولا قلت لك ولا لا. لا قلت لك هو انت فاميلي بيزنس؟ اه ما دي يعني فلوس فاكر بابا، السؤال يعني ده. من الاخر فلوس بابا. لا اصل انا شاب خالص. صغير شايفه، أي. شاب صغير وما شاء الله ناجح واصل لحاجه لطيفه. كتير من الانفلونسرز والنجوم ولعيبه الكوره وناس كتيره جدا. لا الشركه ما شاء الله ليها تواجد، الحمد لله ما شاء الله، ربنا يبارك يعني، تواجد محترم. الحمد لله. فاللي هو ايه يا جماعه، ده فاميلي ده بيزنس، لا ده اكيد فاميلي ده بيزنس. جيب بحرب شنيعة وعرق وعياط ودم وحاجات كتيرة جدا جدا يعني. عياط ودم؟ طبعا. لا 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 لا، طبعا يعني كلمه عياط طبعا دي. طبعا. انا فاكر. بص انا مش عايز اقلبها عياط، بس لازم افتكر لا بس هو انا عشت اكتر الفترة موقف دي انت صعبة جدا. فعلا اثر فيك وانت في الفتره دي. انا كان يعني مواقف كتيرة جدا، بس من ضمنها ان صاحب المكتب ده كان بيلعبني بلاي ستيشن على مرتبي وما كانش بيديهولي. كنت انا بدخن وما زلت يعني، بس يعني سجايري من علبته. وكنت استناه يقول لي روح هات علبة سجاير عشان اخد لي سجارة او اتنين. افتكر انا كنت بطفي السجارة لحد نصها عشان مش عارف ان انا كمان ساعتين 3 هيديني سجارة تانية ولا لا. وفضلت شايفة قهوة شايفة قهوة شايفة قهوة. مواقف كتيرة جدا عدت عليا الفترة ديت. بابايا عرف. اصعب المواقف ان بابايا عرف عن طريق ولي امر بنت عنده في المدرسة. فان هو يعرف ان ابنه بيشتغل اوفيس بوي في مكتب عقارات عن طريق ولي امر الاستاذ جمال ده ابنه او الحاجات دي كان كبيرة جدا واثرت في نفسيته جدا. بس انا كان بالنسبة لي هو ما عملش معايا حاجة. هو كان يعني معظم ردود فعله على حاجات هو شايفها انا بعملها غلط او تصرفات انا بعملها غلط كان
يا المواجهة يا التجنب، وفي كلا الحالتين كان الموضوع بيدي اثر سلبي بشكل كبير جدا عليا. معاك. يعني يا يواجهني بشكل باسلوب صعب جدا، مم. يا يتجنبني لدرجة ان انا لو انا وهو رايحين نفس المشوار كان يقول لي اسبقني وانا هاجي وراك، وانا وهو علشان ما حدش يشوفني ويشوفه ماشي جنبي في الشارع. يعني انت بالنسبه له ما كنتش الشخص لا الناجح خالص خالص مش يعني مش خالص. الشخص اللي انا لا مش عايز اتشرف بيه الناس تعرف يعني انك انت ابني اصلا. خالص. وده كان موضوع صعب جدا بالنسبة لي. وكان دور الام بالنسبة لي في حياتي في الفترة ديت هي الدور ان انا عملت كل حاجة علشانكو، وابوكو حصل وعمل وسوى، وكنا احنا يعني، وكان الانفصال بشكل غير سلمي بالمرة، وكان قواضي رؤية وكنا نروح واهل بابايا يقووني على امي، مصطفى وكان هو موضوع صعب. مشكله ان الكلام ده عكس شخصيتك خلاص، انا شايفك كده. ما هو بس ده اتاثر الحمد سلبيا لله. في الفتره دي. يعني كنت واحد تاني، يعني انا اه يعني انا مش عارف، حاسس ان اه انا كانك بتتكلم على واحد تاني غير اللي انا شايفه دلوقتي. 180 درجة. واحد تاني اصلا. 180 درجة. انا عندي ماضي صعب جدا اه جدا، وماضي يعني 90% يعني منه انا مش انا عارف. انا 90% منه انا اه مش هقدر اقوله. انا 10% اللي بقوله لك دلوقتي، 90% من مصطفى زمان انا مش ليه هقدر بقى؟ اقول. مشاكل وخناقات ومواضيع احتراما وقصص يعني يعني للناس في حياتنا. آه لا يعني مصطفى كان صعب جدا زمان انت جدا. انت نفسك. كنت صعب جدا للاسف يعني. مشاكل وخناقات. ومشاكل مواضيع يعني كبيره جدا. يعني ده واحد غير ده. 180 درجه. بتهرج. والله العظيم 180 درجه. والسبب في يعني مش انت التغيير كنت الشخص الجذري ده الهادي واللي قاعد لا خالص خالص نهائي. حتى ردود الفعل للمحيطين بيا واللي عارفيني زمان انت واحد تاني خالص. هو فين مصطفى؟ فين مصطفى مين؟ ازاي مصطفى اللي كان ازاي كذا وكذا وكذا. ازاي فيعني في مسجز بتجيلي مؤخرا على الماسنجر، على الصفحة الشخصية بتاعتي، اه كله متفاجئ. طب معلش، ايه القشه التي قسم الظهر البعيد بقى؟ مراتي. وهنا يبدأ بقى التحول اللي في حياتي، ان فعلا ان الناس اللي بتقول ان ممكن شخص ينقلك في حتة تانية او يجرك معاه، او الصاحب ساحب، او الزوجة ان هي تخليك تتغير بشكل يعني. انت اتعرفت عليها امتى؟ ما انت هو بقالك قد هنا ايه متزوج اصلا؟ انا بقالي قد ايه عارفها؟ بقالي 15 سنة عارفها. دي تلميذة بابايا في المدرسة. وهنا بقى لا لا، دي التعارف. عايزه تربيع دي ايوه بقى. ده انا هقعد اربع. ايوه ما هنا لا بقى. احكي يا باشا بقى. ماشي نخلص من موضوع الريل استيت. انا اتطورت في موضوع الريل استيت دوت، وبدأت ان انا يعني ابقى شاطر نوعا ما، فبدأ يخليني اطلع مع الناس افرجهم على الشقق، بس وبقيت الفتره دي كنت اقفل عارف ديلز. زوجتك، يعني بدات اه في الفتره دي. شفتها، وكان تلميذة بابايا في المدرسة، وتعرفت عليها بأعجوبة. تعرفت عليها كان في رحلة طالعة تبع المدرسة عند بابا. اصل انا لازم اخشها كده عشان هي تقريبا هي كده ليها تفصيله في هي التفجير ليها ده. كل حاجة، يعني هي ليها كل حاجة بصراحة يعني. انت كده انا اول هتخلي مرة اعلن عن الموضوع ده. انت هتخلي والله كده اول مرة اعلن هتخلي عن ناس الموضوع. كتير تزعل. ما هو رجاله رجاله هيحصل لها أيوة. مشاكل. هي السبب في كل اللي اللهم انا فيه ده بارك. بعد ربنا. في نفس المرحله بتاعت الاوفيس بوي في مع الراجل ده. في أسوأ مرحلة في شخصية مصطفى. يعني هنا انت وهنا لسه مش فاهم. الحب الحقيقي بقى ان شخص اللهم يحبك بارك. وانت وحش، ويحبك اكتر وانت حلو. اللهم بارك. ففترة السمسارة ده كانت اوحش فترة في حياتي. ليه بقى؟ كانت فترة سيئة جدا. انا لما بدأت اتعرف نوعا ما كوني كسمسار شقق، سبت المكتب اللي انا كنت فيه وفتحت مكتب لوحدي. سمسار. اجرت مكتب شقة كده دور ارضي على شارع رئيسي. ونزلت سوق المكاتب المستعملة اللي هو بتاع السيدة عيشة. جبت مكتب وكرسي انتظار وتلفزيون المربع الصغير ده، والله العظيم. وقعدت وهشتغل
ورزقي بس كنت على مصدق الله نفسك ازاي كده؟ جدا بقى. ما انا عايز اعمل افهمها، مصدق حاجه، نفسك ازاي يعني؟ عايز اعمل اي انت حاجه. اوفيس بوي. ايوه، ما يعني البدايه بتعلمك حاجات كتيره جدا. شفت انا بقى فلوس الريل استيت والسمسره اول لما بدات اترقى شويه من اوفيس بوي، انه يخليني اطلع افرج الناس. شقه اتاجرت فكنت باخد فيها 200 300 جنيه، شقه اتباعت فكنت باخد 500 جنيه 600 جنيه. فدي كانت ارقام بالنسبه لي خلتني احط جنيه على جنيه على جنيه، وان انا انفصل عنه واروح افتح مكتب لوحدي. سميته اونلاين جروب. فتحته في شقة دور أرضي، رحت اشتريت مكتب وكرسي مدير وتلفزيون من سوق المكاتب المستعملة بتاع السيدة عيشة. وبدأت سنة بسنة ودفعت شهر إيجار وبقيت شهر التأمين، وقلت هشتغل بقى وهتوكل على الله. يعني أنا شفت فلوسها كانت عاملة إزاي في بدايات المدن الجديدة. كانت الناس كله هاجم وكله عايز يأجر، كله عايز يشتري. وده اللي شجعني يعني ان انا افتح المكتب. ان انت تكمل بعد كده الريل استيت. ما انا لا، ما هو هنا بقى الابس اند داون اللي حصل في حياتي بشكل عام. يعني كان دايما في تنازلات لازم تقدمها قصاد اي نجاح لازم تعمله، لازم تتنازل. وكان دايما في مقولة انا ما فهمتهاش غير دلوقتي، انك لن تنال ما تريد حتى تترك ما تشتهي. الله. الشهوات بقى اللي جات لي في الايام ديت، وكمل الحاجات الوحشة جدا اللي انا كنت بعملها، هي اللي خليت ان المكتب ده بعد ما فرشته كله، عملت يافطة. بدل كنت حاطط يافطة على الشباك اسمها شقة للإيجار والبيع ورقم تليفوني ان الناس تفتكر ان الشقة دي بتتأجر او بتتباع، فيتصلوا بيا وابدأ اقول لهم لا ده انا مكتب افرجك على شقة تانية. فجبت بقى يافطة واونلاين جروب وعملت موضوع بروفيشنال. الشهوات بقى اللي كانت ما تنزلتش عنها في الفترة ديت هي اللي خلت ان المكتب ده يتقفل والفرش ده يرجع يتباع في سوق السيدة عيشة تاني، وان انا ارجع تاني الفرش وابيعه وروبابيكيا وحاجات كده. يعني انا بجد مستغرب من والله ده اللي حصل. من صراحتك والله. ده يعني كان انت يعني طبيعي جدا ان الواقع. حد ما يقولش الصراحه دي. انا معاك اهو النهارده. يعني انا غلطت غلطات صعبه جدا اللي احنا الفتره دي. لك دوت خليتك لا انا عاقد النيه ان انا هاجي مفيش اي حاجه اوف ريكورد الا الحاجات اللي هتاثر على يعني حاجات معينه. دي سنسيتيف جدا وفيها برايفسي، فمش هينفع. كل حد فينا بيبقى عنده جزء كده من حياته مش هينفع ان مش هو هينفع. يطلعه. دي حقيقة. احتراما لناس تانية واحتراما لناس بس الدايره المحيطه حواليا عارفين كل حاجه. يعني انا اوبن بوك بشكل كبير جدا، ما عنديش مشاكل خالص يعني اطلاقا. انت حسيت ان ربنا اداك، فانا ما صنتش ده. كان في تنازلات وحاجات لازم تعملها قصاد اللي ربنا اداهولك وانت ما عملتش ده. الحمد لله ان هي جت في خسارة المكتب، ما جاتش في خسارة البني ادمة بقى اللي كانت نقطة تحول في حياتي. كانت معاك في نفس الوقت؟ كانت معايا في نفس الوقت. قابلتها كنت لسه صغير بقى، كنت يعني ما كانش فيه لسه خطوبه ولا جواز؟ لا ما فيش. ده الموضوع حصل فيه حاجات كتيره جدا. يعني بابا كان عنده رحله في المدرسه عنده فكان يعني المفروض رحله للطلاب فان هو يجيب ابنه والكلام ده كان موضوع يعني اكسبشن. وكنت الفتره ديت فاتح مكتب اونلاين، فهو شايفني نوعا ما راجل بقى يعني كويس مختلف يعني. وشارع عربيه 126 مش 127 ولا 128 126 اللي موتورها ورا. جبتها ازاي دي اصلا؟ ده فظيع. انت جبت عربيه 126 ازاي؟ جبتها من على اوليكس. ايوه كانتش موجوده اصلا. من على اوليكس جبتها ب 4000 جنيه وكانت دايما تدور بالزق. يعني مهما عملت فيها كان لازم تدور بالزق. هي اصلا هي وكنت اروح بيها تقريبا 10 عربيات في العالم تقريبا مثلا ومشوار 10 دقايق وارجع تتركن 3 ايام. وكان معاه عربيه وعنده مكتب فكان الاسم كويس. فتعالى الرحله. تعالى بقى الرحله. فروحت الرحله. كنت كده كنت في اولى جامعه تانية جامعه. طالع تانية جامعه. جيت الرحله شفتها. كان بالنسبه لي اللي هو انا فلاتي بصراحه. كنت يعني دلوقتي لا.
وكنت يعني بصاحب بنات والحاجات دي. كان جيلنا برضو الموضوع ده كان بالنسبة له كبير جدا انك تصاحب بنت. دلوقتي ده الطبيعي، ده عادي ده عادي يعني ايه. انا كان بالنسبة لي انا بكلم بنت ويكلمها بالليل في التليفون، وكان حاجة كبيرة جدا. وكان التليفون بحطه على المخدة. ده من اخر الرجال المحترمين يا صديقي. والله ده حقيقي جيلنا ده جيل التسعينات. والله انت عايش الموضوع المخدة ده برضو؟ تحت المخدة بجد والله؟ طبعا. إيه ده؟ تحت وكروت الفكة. ايوه. واللي هي على بس انت الازاز ما عشتش البيبسي. المناتيل ما حضرتوش؟ لا والتليفونات اللي هي كنا نتعمد مثلا اللي كان معاه تليفون في الدرس وكان الدرس بيحضروا 20-30 واحد، لا كان في جيبه واحد يتصل بيه وهو في نص الدرس عشان انا معايا موبايل. انا معايا موبايل. فكان موضوع صعب جدا ان واحد ماشي جنب واحدة في الشارع. دي حاجه كبيره جدا جدا. ده يعني يمشي ارض تهدي ما عليك قدي. فانت صعب ان انا اخش اكلم واحده خالص. فانت كنت عامل ده ابن مستر جمال، وان انا شفتها فعايز اكلمها، ففضلنا نمشي يعني اكلم واحد يكلم واحده، فالواحده تكلم واحد، فالواحد يكلم واحده صاحبتها علشان بس ترضى ان انا اكلمها واحنا في الرحله. وشاءت ان اخر ساعة في الرحلة بعد عدة محاولات كتيرة جدا فتمام عايز ايه، فعايز اتكلم معاكي، تعالي بس نتمشى هنا شوية وبتاع. فاتمشينا، قلت لها يعني نفسي اتعرف عليكي، نفسي اكلمك. لا وكانت يعني هي من ضمن الناس اللي بنات جروب بنات ما بيقعدوش مع ولاد. فهي جت تقابلني عشان ابن مستر جمال. بس طب بصي انا هديكي رقمي احفظيه وفكري، كلمتيني ما كلمتنيش خلاص، بس يعني والنبي كلميني. خدت الرقم، كتبته لها في ورقة، اديته لها. فضلنا واحنا راجعين من الرحلة نظرات، النظرة اللي تخلي قلبك يقع وجسمك يقشعر. الله. انك تبص لها وتبص لك. انت لسه فاكر الموضوع جدا جدا. وان عينيها تيجي في عيني او الحاجات ديت، او ان انا احس ان هي مهتمة ان واحد بيبص لها وهي فترجع لي البصة تاني. فانا ده خدت فيها امل كبير جدا ان انا هروح الاقيها بتكلم. عدى يوم، سبت الرقم بقى عشان عدى يوم مفيش مكالمات. يجي اليوم اللي بعده رقم يتصل بيا، الو ايوه مصطفى، ايوه الاقي ولد بيكلمني. فكان بالنسبه لي ان انا رايح بقى محسن صوتي وصوتي هادي، في رقم بيتصل بيا الاقي راجل صوت صوت شتوي. الو يا مصطفى ايه عايز ايه؟ انت مين؟ فقعدت يومين في الموضوع ده. وكنت في فتره امتحاناتي. كان عندي امتحانات في الجامعه. انا ابويا قال لي اعمل اللي انت عايزه الا انك تسقط. اهي دي الحاجه الوحيده اللي النومه مش هنايمها لك في البيت. يعني انت بتيجي على النومه انت واخد قرار انا هنجح، انا مهما حصل هنجح. عشان اعرف انام، لان هو انا متساب طول اليوم واي مشاكل هو بيتصدر، هو بيحل، هو بيعمل. فعلى النوم انا في الشارع عملت مشاكل كتير جدا. فكان بالنسبه له على الاقل ما تسقطليش، يعني خلص لي سنين الجامعه ديت على قد ما تقدر. فكان ساعتها يعني سامح لي بان انا يكون معايا الموبايل بس ممنوع النزول. وكان عندي مكتب، المكتب كان مفتوح، كان قاعد فيه محامي كان هو المتولي الموضوع طول فترة امتحاناتي. فكنت بقعد شهر الامتحانات ده في البيت ما بنزلش. احنا كنا ساكنين في الدور التاني وتحتينا دور اول عامل حديد. فلقيت رقم بيتصل بيا، قال له ازيك. وكان ده بالنسبة لي يعني يوم احسن يوم في حياتي انها اتصلت بيا. قالت لي انا دلوقتي في العاشر ومش لاقيه مواصله ارجع بيها، ومفيش حد يعتبر في الشارع والكلام دوت، فخليك معايا لحد ما اركب. طب ما اجيلك. طب انا جايلك. طب انزل ازاي؟ طب لا ما تجيش، لا ما تعملش. قمت جاي فاتح بشباك اوضتي ونازل على الحديد اللي تحت ونازل للشارع. انت متخيل انا الوضع ده لو اتشافت فيه انا حرامي. طبعا. انت بتنط من الشباك. انا فضلت يعني الشباك رجعت فيه بظهري وانزل ووطي لحد ما اوصل للحديد لحد ما انزل.
وركبت مواصلة ورحت رجعتها، وده كان احسن يوم في حياتي. قد ايه انت البطل بتاع الافلام، اللي هو انا عملت حاجة هعديلك كبيرة. المنش، اه انا هعمل كل حاجة. اه. وقمت جاي طافي نور اوضتي قبل ما انزل، وحاطط مخدة ايه ومغطيها. ده، ان افلام؟ ابويا بتتكلم داخل، بجد؟ والله العظيم افلام. افلام. ابويا نفسه ما يعرفش القصة دي، وكان يفتح يلاقي المخدة، فتمام، لان ده اتكرر بعدها كتير. عرفت يا استاذ جمال خلاص. دلوقتي مصطفى جمال كان بيعمل ايه. فكده احنا أيوة. عرفنا. فرحت وروحتها، وكان بالنسبة لي اليوم ده يوم البداية بقى في تعرفنا مم. مع بعض. مم. في ان دي قصة الحب بدأت من هنا بقى. اديتك بقى المعرفه دي، اديتك مثلا ايفورت انك تعمل ايفورت اكتر، او تعمل يعني عندك، اديتك موتيفيشن اكتر في حياتك؟ ادتني موتيفيشن في حياتي، بس مش في البداية للأسف. بقى طبع البني آدم الخسيس مم. اللي ما بيملاش عينيه غير التراب، اللي مهما عملته ده طبع البني آدم. مم. يعني دايما أنا كنت دلوقتي أحط نفسي إزاي سيدنا آدم كان في الجنة وكان معاه كل حاجة، كل حاجة مم. اللي كان بيجي في باله كان بيتحقق، جنة. ومعاه السيدة آه. السيدة حواء. وربنا قال له ما تقربش من الشجرة ديت وما تاكلش التفاح اللي فيها، صح. وراح كله. طب ازاي؟ طب اشمعنى؟ هنا طبع بقى البني آدم. سيدنا عيسى لما قالوا له قوم احنا هنؤمن بيك، مم. بس خلي ربنا ينزل لنا اكل من السماء. مم. فقال لهم اتقوا الله. قالوا له بس احنا مش هنؤمن غير لما ربنا ينزل لنا اكل من السماء. ربنا نزل لهم اكل من السماء، امنوا بيه؟ لا. طبع البني ادم، انت ربنا بيديلك كل حاجة مم. وانت بتختار حاجات تانية للأسف. يعني ربنا كنت بفضل ادعيه يا رب اتكلمني، يا رب اتكلمني، يا رب اتكلمني، يا رب لو كلمتني انا هتغير وهبقى كويس، يا رب لو كلمتني انا هقعد اذاكر وهخلص اللي للدرجة عليا، دي؟ والله العظيم. يا رب لو كلمتني انا مش هكذب، لا. مش هكدب على ابويا ولا هكدب على اخواتي ولا هكدب على اي حاجه. يا رب لو كلمتني انا مش هعمل كذا. يا رب لو كلمتني طب انا هصلي النهارده يا رب بس تكلمني. اقسم بالله ده اللي كان بيحصل. ولما كلمتني وقابلتني وقعدنا بعدها 3-4 ايام، ولا صليت ولا بطلت كذب ولا ذاكرت ولا عملت حاجه. خلاص انت ملكتها، عرفت احببها فيا، عرفت عليها بنات. خلاص، ما دام انا مسكت الحاجه خلاص. فانا وثقت فيها. خلاص. عرفت عليها بنات وتمديت. واحدة غيرت الكلام صاحبتها ده عشان احنا على الهوا، اه مش هنقص ما هي يعني. عارفة بقى، ما هنعمل ايه بقى، ما هي أصلاً؟ عارفة للأسف. فضحت يعني عرفت أصلاً من زمان. ما هي صاحبتها شافتني مع بنت قعد معاها في النادي فاتصلت بيها. وهنا كانت النقطة التحول التالتة اللي في حياتي. هي استحملت حاجات كتيرة جدا علشان الموضوع كان فيه تنازلات كتيرة جدا من ناحيتها. باباها عقيد جيش، مامتها مديرة مدرسة، هم أسرة محافظة لأبعد يعني الحدود، ومحافظة يعني ومرتبة ومنظمة وأكثر وفيلا استقرارا يعني جد عنك انت جد والجارة انجلش ومدرسة انترناشنال كتير أعلى بكتير. والفرق المادي والثقافي والاجتماعي انت بايظ، انت حياتك مفككة تماما. انت مفيش تقبل، انت مفيش تقبل ازاي انت وانت اول ولد في حياتها. فانت الباد بوي اللي هي في تشالنج هتخليه جود بوي. فبناء عليه ان هي حاولت معاك كتير انك تتغير وانك تصلي، وعرفت معاها بقى حاجات كتيرة جدا في الحب بس مصطفى بتقول احيانا الكلام ده ما ينفعش. يعني ناس كتير يقول لك ايه، انا ليه اروح اخد واحد اصلا واقعد اغيره؟ ليه اصلا اخد واحد واقعد اغيره؟ ربنا بقى يعني يمكن دي المكافأة اللي في حياتي، اللي ربنا خلاني يعني هتفضل معاك. حاجات كتيرة جدا جت في حياتي وربنا خدها مني. وربنا يعني بيدي لك طرق وانت بتختار، انت مخير فيما سير لك. فانت بتختار حياتك. بس انت قلت ان انت برضو جيت عليها. انا جيت عليها بس عمري ما عشت دور الضحية. يعني انا مش هلوم حياة انا اخترتها. انت اخترت تغلط، فعيش بقى 8 غلطاتك، ادفع الكوست ده.
فانت اي غلط بتعمله ليه نتيجة. عملت المستحيل عشان انت تقبل، جدا، عشان عمل اهلها كل يقبلوا. حاجة. ده لسه بقى، ده موضوع أهلها ده كان موضوع كبير جدا وقصة طويلة عريضة. ده جت في موضوع النهاردة بقى نقطة التحول في حياتي، إن البني آدمة ديت أنا هتجوزها. كنت أنا مختار إن البني آدمة ديت صاحبتي حبيبتي، اه إن أنا أتجوزها. ده كان الموضوع التاني، في إني أنا خنتها بشكل أو بآخر، في إن أنا عرفت بنت عليها، وواحدة صاحبتها شافتني مع البنت ديت. اه أنت كنت في النادي مع واحدة بشعرها، لا انت كذاب، وصاحبتي شافتك، وصاحبتي مش تكذب، اه فانت كذاب، اه فما تتصلش بيا تاني. قفلت الموبايل وغيرت خطها. انا بقى حياتي هجيبها منين؟ هعمل ايه؟ طب انا اسف، طب انا هتغير، طب انا مفيش اوبشن انك تتسمع اصلا، يعني مفيش مساحة خلاص. انك اه تقول انا اه اسف. البنت لما بتدي برضو كتير قوي بيجي لها خلاص وقت، خلاص انا اديت كل حاجه. وفي ريد لاينز، اه يعني انت فانت برضو عديت ده. انت ما يعني خلاص بقى كده بس الموضوع سامحتك. صعب. سامحتني بسبب اللي انا عملته. انا بقى كان في حاجات كتيرة جدا جوايا. هنا بقى بقول لك نقطة التحول، في ان انا اتغيرت في الحتة ديت، اه ان هي وبس، مم. في ان انا خسرتها. والاول مرة كنت احس ان انا خسرت حاجة، اني خسرت حاجات كتيرة جدا، بس دي كانت اكبر خسارة بالنسبة لي. ما كانش عندي اي مساحة غير ان انا اروح قدام بيتهم، وكان عندهم جنينة ابات فيها، على امل انها تنزل. كلام بجد. والله العظيم على امل ان هي تنزل من البيت. بس في الشارع. اقعد في الجنينة في الشارع ليل ونهار. انت مش ما حدش متخيل. ما كنت مفيش، انا ما خفتش حد بستخبى بقى، يشوفك. ابوها بينزل اخوها بينزل بستخبى، بفضل كل شوية بص ما نزلتش. يوم التاني التالت، لدرجة ان قدام شباكهم في سور. السور ده انا جبت سبراي وكتبت عليه انا اسف سامحيني. هي معاها الصورة بتاعت السور دي لحد النهاردة، انا اسف سامحيني. فبدأ مين انا اسف سامحيني قدام باب الفيلا، فبدأوا يسألوها انت على علاقة بحد؟ هو في حاجة؟ وانا استخبى في الجنينة لحد ما نزلت. قعدت 3 ايام ما بتروحش الجامعة، 3 ايام تليفونها مقفول. اليوم الرابع نزلت الساعة 7 الصبح. انا واحد كان دقني كده وشعري كده وعماص وعيني اسود تحت هومست عينينا سود، يعني. بقى في الشارع اه وبايت في الجنينة، وموضوع صعب جدا 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 يعني. شخص فعلا متشرد مفيش، بقى انا وابويا ما قاعد. عارفش انا فين، والدنيا بايظه خالص، وامي بتقلب الدنيا، وانا يعني انا ما عشتش في جو الاب الحنين، ما عشتش ان امي كانت موجوده، ما عشتش مع اخواتي، ما عشتش في بيت، عشت حياتي كلها في الشارع. فدي كانت الحاجه الوحيده، النقطه البيضاء اللي في الامل. حياتي، الامل انا عايش الامل عشانه. والامان. وكانت بالنسبه لي يعني، طب بس قولي لما هنا شافتك البني ادم عملت بقى، ايه بقى بالمنظر ايه اللي ده؟ انت فيه ده؟ انت هتبوظ لي الدنيا في البيت. انا مش عايز اي حاجه غير انك تسمعيني، مم. بس كل اللي انا محتاجه اسمعيني. طب انا رايح الجامعه، ولما ارجع من الجامعه هفتح التليفون وابقى اكلمك. مم. وهنا كان بالنسبه لي ده المفتاح اللي خلاني اروح واخد دش واحلق دقني واستناها لحد ما ترجع من الجامعه. وكانت مكالمه طويله عباره عن ان انا مش هأمن لك، بس يعني اديك فرصه. اديك فرصة مم. لنفسك مش ليا. مم. بس احنا حياتنا مع بعض مش هتكمل، لانك خنت مرة فهتخون 1000 مرة. اه وانت طبعك كده وهتفضل كده، ربنا بيدي لك حاجات وانت اللي بايدك تخسر. لان كان في مواقف هي حصل ما قبل كده كانتش تعرفها. طرف فيها، اه بس كانت عارفة. اه يعني انت يعني ربنا بي بيسترها عليك في جانب، مم. وانت بتعمل جانب تاني. لان المواضيع اللي انا عملتها كانت مشهورة جدا، مواضيع صعبة جدا، وكانت مشهورة بشكل كبير وبتتشهر في المنطقة بشكل كبير، وبتوصل لاخواتها الولاد، لان اخواتها الولاد كانوا اكبر مني سنا، كان عارفين. الجيل فعارفيني، اه عارفين مين ده وبيعمل ايه، اه ومشاكل كانت بتسمع بشكل كبير يعني. ف طيب خلاص انا هتغير. فضلنا يوم في التاني في التالت لحد ما رجعت والموضوع بقى مستقر. طب انا عايز اتجوز. فروحت لابويا، بابا انا عايز اتقدم لفلانة. فلانة مين؟ فلانة اللي معاك. انت عرفتها منين؟ يا نهار ازرق، انت مصمم تفضحني، انت مصمم تخرب بيتي.
طب يا ابني اعمل ايه؟ طب اتبرى منك ولا اعمل هو ايه؟ هو برضو مركز على الشكل الاجتماعي. هو الشكل اللي متصدر للدنيا كلها. اه استحالة اخش معاك اه بيت، ما ينفعش. استحالة استحالة. انت يا هتفضحني. ابني انت لو واحد شبهك جه لاخواتك البنات انا هرفضه. اه انت لو واحد زيك كده انا هرفضه لاخواتك البنات. يا ابني انا بخاف عرسان يجوا لاخواتك البنات يسألوا علينا فيتقال له الكلام ده اللي انت بتعمله والتصرفات اللي انت بتعملها. دي البداية. النهاردة انا كل صغيرة وكبيرة مع اخواتي البنات ومع والدي ومع والدتي بياخدوا رأيي فيها. النهاردة ان شاء بابايا الله. بيبقى متشرف بيا في اوقات كتيرة جدا. ان شاء الله. دايما عندهم قلق طبعا وكونسيرن، بس النهاردة الوضع مختلف تماما عن زمان. امي لا طبعا ابوك موافق هيروح معاك انا هروح، غير كده انا مش هروح معاك في حتة. فروحت لوحدي. مم. فان انا رحت لوحدي ان انا اصلا خدت ميعاد ان انا اروح دي كانت كارثة. مم. وكانت قصة كبيرة جدا في ان فلان الفلاني داخل البيت واخواتها الكبار الولاد عارفيني، فلا طبعا لا من بابه، لا ما يجيش، لا ما يخشش. فعن طريق الواسطة اللي انا استعنت بيها في ان انا اخش حاولت بقى البيت انك تدخل وانك فدخلت. اه دخلت علشان يتقال لي لا. اه دخلت كان الاب والام بس. انت كنت شغال ايه عشان تروح كنت ساعتها في المكتب بتاع اونلاين بتاع العقارات. كنتش ما لسه كنتش قفلته. اوفيس. لا 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 ما ما كنتش كنتش اوفيس بوي. لا كنت لا لا خلاص بقى عندك كنت مكتب. ساعتها عندي في المكتب يعني بتاع في مرحلة العقارات. كبيرة دلوقتي. بس لا برضو كان بالنسبة لي لسه في البدايات. اه وعارفيني برضو ان انا كنت اوفيس بوي، يعني عارفين التاريخ والماضي نوعا ما. وكان الموضوع مسمع الوحش مش الحلو. وكان على مصطفى السيء. والمكتب ده فاترينا. اه فتمام دخلت لا ولا قطعية ولا صريحة ولا ما تجيش ناحيتها ولا ما تخش البيت ده تاني. يا جماعة يهديكوا ويرضيكوا انا هبقى كويس انا هتغير انا هعمل. لا. طب يا ابني عندك شقة؟ لا. طب عندك ايه؟ عندكش حاجة خالص، بس بحبها وشاريها وهتغير وهبقى كويس وبتاع. تمام. لا يا مصطفى وربنا يوفقك في حياتك. هنا انا خدت الخطوة اللي اثبتت لها ان انا مستعد اعمل اي حاجة عشانك. فبناء عليه هي اللي خدت الخطوة التانية في ان انا اجي اقابلهم تاني بعد ضغط كبير جدا منهم، بعد وعود خدتها من بابايا، بعد وعود خدتها من امي ان هم هيساعدوني. انا شاريها وهي شارياني. وهنا بقى كان شافوا على التغيير بشكل كبير ان انا كويس. انت فعلا اتغيرت عشان خاطر واحدة وبدأت كويس تعمل وبدأ حاجة ربنا يهديه ويبعد عن الصحبة السيئة ده فرق ويغير بقى نفسه معاك في شغلك فعلا بشكل كبير بعد جدا كده. جدا جدا. خدت الفرصة التانية ودخلت اترفضت برضو. الفرصة اتقابلت بعد التالتة كام بعد التالتة. اه في المرة التالتة ده والدي جه معايا ووالدتي جم انت معايا دؤوب. بعد ما طبعا ما مش سيبها بقى. انا بالنسبة لي خلاص هي بالنسبة يعني لك طوق حياة. هي كل حاجة. يعني انا يعني شايف كده ان علاقة الزواج دي هي اللي فرقت معاك في حياتك كلها جدا لحد كلها؟ النهاردة. لحد حتى النهاردة في شغلك في وتفاصيلك كل حاجة في حياتي. هي مش ظاهرة في حياتي محدش يعرفها. في انا انت البيزنس عمرك ما اتكلمت مفيش خالص. ولا عمري هتكلم. يعني بس انا خدت هذا يعني الانفراد كده. تأكد ان مصطفى اللي قاعد قدامك ده بعد ربنا هي في حياتي ربنا كلها. يبارك فيها ومعايا منها اياد ولين ربنا يعني يبارك حاجة. فيهم. دول حياتي بقى كلهم تالت يعني. مرة دخلت واتقابلت. اتقبلت بعد خلاص هيقعد في شقة ايجار في التجمع لان كشرتين لازم يبقى شقة في التجمع. وساعتها ده اللي كنت يريحهم بقى خلاص يعني نفسي. خطوبة ولما تتخرجوا نشوف. وكنت نقلت بقى من ساعتها كنت في الريل ستيت ولا وكملت فضلت ولا؟ ستيل في الريل استيت لحد ما اتخرجت. اه ودخلت كنت شركة بطاطس كبيرة بلاش نقول اسمها. كنت مندوب مبيعات عادي. اشتغلت مندوب مبيعات عن طريق واسطة جوز اختي مدير مالي. كنت شغال ايه بقى؟ كنت شغال مندوب مبيعات. مندوب مبيعات فيها. مندوب مبيعات. فبركب على عربية 2 طن التلاجة. الكراتين بتتوزع على المطاعم بتاعة البطاطس والحاجات دي فكنت بوزع عليهم. كم مرتبك قد ايه ساعتها؟ كنت بابا 3000 جنيه مرتب ثابت و1500 جنيه نص الشهر لما حقق التارجت يعني بتاع 4000 4500 جنيه 11 مثلا 5000 جنيه. كنا 2000 لا كنا 2015 2015 2015 لما اتخرجت.
وكنت داخل بقى مندوب مبيعات تبع مدير المالي، فده كان بالنسبة لهم موضوع كبير جدا. وبدأت بقى خطوبة في جواز في تهيئة نفسي في الكلام ده. انا مبدئيا اترفدت من 4 شركات. اترفدت من 4 من شركات؟ 4 شركات. اولهم كانت فارم فريتس. اترفدت اتفصلت. اطلع بره. اطلع بره وامضي استقالة احسن ما تترفد بشكل مش بجد كويس. والله؟ والله العظيم. طب ليه؟ كنت انا بركب انا كنت شخص هارد ووركر جدا جدا. فكنت بركب على العربية اللي 2 طن ديت معايا سواق. فركبوني مرة. انا كنت ماسك منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، ودي منطقة شنيعة. وسيتي ستارز ومصر الجديدة والكوربة يعني جدا جدا. عربيات 2 طن مليانة كراتين بطاطس من هنا لهنا لهنا ويلا وبتاع والكلام ده. فركبوني مع سواق. السواق كان الاولاني ده سرقني. كنت سايب شنطة انا بحصل من العملاء فلوس بتوع المطاعم، كنت بحطها في شنطة. فنزلت على مطعم اوديله الكراتين. كنت بشيل بال5 6 كراتين. وافتكر في ايام فارم فريتس ديت كان في 4 5 مطاعم جنب بعض. كنت انا اركب في باب من الجنب كده في العربيه اللي 2 طن. كنت اركب في الباب اللي من جنب دوت واجيب البطاطس ارميها زي البطيخ. والعربيه ماشيه لانك ممنوع تقف في الشارع. فكنت يلا وهنا 3 كراتين وهنا 4 كراتين وبتاع. فجينا مع حد فسبت الفلوس في العربيه ودخلت. رجعت لقيت السواق بيشرب بيبسي وجايب حلويات كتيره من الكشك. وده كان بالنسبه لي ايه ده؟ انت ورثت ولا ايه؟ الراجل دلع نفسه. وجاب لي بيبسي وجاب لي شوكولاتات وبتاع. وده غريبه. ده يعتبر بيبسي الرفض يا باشا. لا ما غريبه بقى. فالمهم من هنا لهنا جاي بجرد بقى اخر اليوم. فبعد الفلوس ناقصين 600 جنيه. فبقول له فلوس ناقصه 600 جنيه. قال لي ما اعرفش. قلت له انت ما خدتش 600 جنيه من هنا؟ قال لي لا. قلت له ماشي. ولبست ال 600 جنيه. جه تاني يوم نزلوني معاه برضه. ففضلت طول الطريق اضغط عليه انه يقول لي فين ال 600 جنيه لحد ما قال لي انا اللي خدت ال 600 جنيه. فكان اخر عميل رايحين نودي له بطاطس في الاندر جراوند في بتاع سيتي ستارز. فده اخر عميل. والحته دي بيبقى نظام كده انك تفضي الحموله في رصيف. فاخر حد دخل سيتي ستارز مفيش حد جوه. انا وهو بس. بس ضربته؟ ضربته وخد 3 غرز في حجبه. والله العظيم. ورحنا تاني يوم بقى هو متعور. فانا قعدت مع السوبرفايزر. عملت ايه؟ قلت له خد مني 600 جنيه. يعني انا بقبض 4500 جنيه. خد مني 600 جنيه. راح اشترى بيها حلويات وعزمني على بيبسي وشوكولاته من فلوس الشركه. فانت ما ينفعش ما ينفعش يعني هو خد الفلوس مش خد الفلوس عشان يعزمك. راح اشترى بيها وعلبه سجاير ومش عارف ايه. واحد كان اعترف. وانا قلت لهم بقى انا ضربته بسبب انه اعترف. انا بقى مش قادر. وانا اللي خدتها واللي عندك اعمله. يا نهار ازرق. فكان بالنسبه لي ده فظيع. طب تضربه. طب دي قصه بقى. طب هيعمل لك محضر. المهم قعدنا وتصالحنا. دي كانت اكسبشن بسبب ان السوبرفايزر اللي عليا صاحب جوز اختي. فعدت سلمي. والراجل تمام وخلاص وحقك عليا ومفيش مشكله. بس يعني ما ينفعش. مرة تانية طلعت مع سواق. وقف عند بنزينة عايز انزل اشرب شاي. هو كان بيبارد عليا بيستفزني. المهم لا استنى نخلص ومش عارف ايه. لا وانت شخصية عملية بقى. انا شخصية مش طايقة نفسها. انا عايز انجز وعايز ابيع وعايز اخلص عشان الناس عمالة ترن عليا. نزل جاب الشاي. قام جاي حاطط الشاي على الطابلو. فقام جاي شاتم. ادي الشاي. قمت جاي واخد الشاي ده لقوه في وشه. زلنا والناس اتلمت والموضوع ساب لي العربيه وراح المستشفى. انا خدت العربيه ورحت كملت بقى. انا اللي سوقت العربيه 2 طن في مدينه نصر ومصر الجديده. وزعت الشغل كله. ومديري كلمني في المستشفى بيعمل حقها مستديمه. رايح الاسم يعمل محضر مش عارف ايه. وانا خلص وخدت العربيه وروحت على البيت. لقيت ابويا وجوز اختي ومديري بتاع الشركه متجمعين. وعمي جاي وقاعدين. في ايه يا جماعه؟ في قعده عرب في الخنكه وعايزين عجل يتذبح ونص مليون جنيه انك عورت الواد وعاها مستديم. والله العظيم
عمل معاه 1 2 3 ماشي. يعني انت الاكشن بالنسبه لك انك بتضرب، مفيش حلول، اي حلول سلميه بالنسبه لك. طيب هاجي معاك واشيل كفني والكلام ده، لا احنا هنروح ونحل. وخلصت في الاخر على خروف وروح يتنزل على المحضر. روح يتنزل على المحضر. رحت تاني يوم الشركه لقيت الاريا مانجر بتاع الشركه، أيوة، وده برضه شركة يتسمع كبيرة. اسمه مرة في السنة والدنيا تتقلب ان فلان الفلاني جاي الشركة ده، ما خصوصا الحادثة بتاعتك. هو جالي. اه انت ازاي قريبه اللي هو جوز اختي؟ امضي على الاستقالة وتوكل على الله روح. شركة من ضمن 4 شركات انا اترفدت منها بسبب مواضيع زي كده، لحد ما هديت نوعا ما. والموضوع يعني هي بقى بدأت تشتغل معايا على النواحي ديت، ان ما يبقاش ردة الفعل في انك ايدك سابقه دماغك. يعني هي تعتبر الثيرابيست بتاعتي. دي حقيقه. وبدات بقى المايند سيت بتاعتي تتحول. بمعنى انا دايما بدي الاكزامبل ده بتاع الفيل والاسد. ليه الاسد هو ملك الغابه مع انه مش اسرع حاجه في الغابه، لان النمر والفهد اسرع منه. ايوه بالظبط. هو مش اذكى حيوان في الغابه، لان القرد اذكى منه والشمبانزي اذكى منه. هو مش اقوى حيوان في الغابه، لان في حيوانات تانية اقوى منه. طب ليه هو ملك الغابه؟ لان الاسد اول ما بيشوف الفيل اول حاجه بيفكر فيها انه يجري. والاسد لما بيشوف اول حاجه بيفكر فيها ان انا لقيت غدايا. عشان كده دي المايند سيت، في انك مش المشكله في الواقع، المشكله في العين اللي بتشوف الواقع. ايوه صح. مشكله فيك انت اللي عينك على الباب المقفول ولا الشباك المفتوح. فهنا بدات تشكل بالنسبه لي ان دايما المشكله عندي، لان انا دايما بقول ان المشكله في الطالب مش في المدرس. المدرس ده مهما كان هو خلص جامعه واشتغل واجتهد ووقف يقف لك على الستيج والسبوره بيشرح لك، فهو نجح. مشكله فيك انت بقى. طالب هو اللي مش عايز يستقبل بس ده. مشكله في استيعابك انت. انا كنت دايما اقول برضو نفس المثل بتاعك، لما الناس بتشوف البحر اقول ايه، حسب ما رؤيتك للبحر. انت صح. ممكن تبص على من اوله كده هتلاقي فيه ريم وحاجات اخضر وسواد، بس انت لو عندك افق حلو صح. هتبص لقدام هتحس ان انت متفائل صح. والدنيا جميله. وانك تصدق نفسك. صدق صح. بدايتك كانت عامله ازاي والنهارده عامله ازاي. اشتغلت معاك خطوات كتيره انك اشتغلت ان انا اصدق نفسي ان انا عندي حاجات وسكيلز اقدر استفيد بيها. انا في يوم من الايام هوصل ان انا ابقى قاعد مع وزير الشباب والرياضه، وابقى في يوم من الايام وزير، وفي يوم من الايام رئيس جمهوريه. وطموحي اعلى بكتير جدا من ان انا يعني دايما الطموح ملوش سقف والاحلام ملهاش نهايه. انا طموحي يعني يمكن لو قلتها لك النهارده، انا طموحي ان انا امسك كندا برئيس وزراء كندا. انا هفضل اعمل كل حاجه عشان اوصل للحته دي. كندا بقى يعني كدوله من دول العالم الاول. يعني امريكا نوعا ما هبقى يعني ايه بحلم بس حلم. يعني امريكا ديت انا دايما بسميها امريكا صاحبة العمارة وكلنا مأجرين. كلنا مأجرين. فاختلاف بقى انت مأجر ايجار قديم انت حبيبي انت لم عفشك وامشي. انت يعني هسيبك شهر او شهر لا. فدايما ازدواجية المعايير هي صاحبة العمارة. كلنا مأجرين بقى على حسب الدنيا ماشية ازاي. مصالح راحة ازاي. خد الاتنين دول عندك في الاوضتين اللي عندك في الشقة وهيقعدوا جنبك وهم اصحاب الشقة. فليك رؤية في ده يعني. فانا امريكا مش يعني كندا على قد انا موافق يا جماعة على كندا. هو انا فرنسا بس انا مش كده معيش جنسية نشتغل على الجنسية مع بعض. معيش اقامة حضرتك. مش اقامة. عايزين نعمل اقامة بقى حضرتك. بس يعني طموح انا شايف ان انا ممكن اروح في حتة بعيدة خالص. بس احلم. هي دايما كانت تقول لي احلم وتمنى. طب انت بدايتك بقى في موضوع السياحه مش ازاي؟ انا اشتغلت في السياحه وما معيش باسبور. كنت ببيع حاجه انا ما جربتهاش خالص. طلعت باسبور يعني بعد فتره طويله وكنت ببيع السفر. اشتغلت ان انا كنت قاعد في البيت حوالي 6 شهور كانوا جاب. كان فتره صعبه جدا في حياتي جدا. بصرف بالاعانات. عايشين على الاعانات الشهريه. كان ابويا اقول له انا الواد عايز لبن لانه كان بيرضع صناعي فيجيب لي علبه لبن. اما الواد عايز لبن فتجيب لي علبه لبن. فرجع العلبه بتاعت ابويا. اشوف الريسيت بتاع الصيدليه واروح الصيدليه ارجع علبه اللبن عشان اخد ال200 جنيه نتغدى.
وكان اغلب ايامنا كنا بنشرب عصير عشان ما نحسش بالجوع حقيقي. وكان التارجت نصحى من النوم الواد ياكل، مفيش شغل، الدنيا بايظه. كانت البدايات بتاعت بانديميك وكورونا والحاجات ديت، فكان الموضوع صعب جدا. قعدت 6 شهور في البيت. طب يلا وهنا بقى اللي خلاني اعرف معنى السعي، مش انك تسعى وانت قاعد في البيت. السعي ده دايما محتاج مجهود، دايما طبعاً. محتاج انك تتحرك. فانا كنت ببعت السي في بتاعي على كل المنصات بتاعه التوظيف وفرصنا واتصل واعمل. فقمت جاي طابع السي في 5-6 نسخ ونازل بقى على المكاتب والشوارع والمعارض وبتاع، واسيب السي في بتاعي. بس هي زوجتك وكان سي في بتاعي واحد مرفوض من 4 شركات. فانت بالنسبه لك يعني سي في شنيع، والله شنيع. اللي هو انت مشيت ليه من اليانز؟ انا مشيت ليه؟ وكان شركات انا ما شاء الله وفارم يا فريتس. فندم، انا الحمد لله بفضل الله اشتغلت والحمد لله واترفدت. اترفدت الحمد لله. وكان رفض بايظ يعني عندك باد خالص. هيستوري لطيفه جدا، جدا تشجعني جدا ان انا اشوفك خالص. تاني. فقمت جاي، وكان معونات شهريه، معونات يوميه، بكون بلم هي الكوينز. كانت سبورتد وكانت جدا مستحمله جدا 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 لابعد الحدود يعني. بدات اتعلم واتربى نوعا ما واهدى والحاجات ديت. فنزلت معايا 10 جنيه، وكان الميني باص ب5 جنيه. فرحت سبت السي في بتاعي في سوبر ماركت كبير اسمه لولو هايبر ماركت. كلموني، رحت هتشتغل ايه؟ هتشتغل في الكاستمر سيرفيس. كان اول مره اسمع في السوبر ماركت كاستمر سيرفيس في لولو. يا كاستمر سيرفيس متاكدين يا جماعه ده انا كاستمر سيرفيس؟ طب ايه هي طبيعه الكاستمر ده انا سيرفيس؟ ضارب وقاتل ده انا الدنيا. انتوا متاكدين؟ انتوا واعيين للي انتوا بتقولوه؟ فاهمين خدمه عملاء. طب هتعمل ايه؟ الوظيفه انك لما بتخش السوبر ماركت ومعاك شنطه فما ينفعش تخش بيها جوه، فبتسيبها في حته كده وهو يحطها لك في الرف ويديك رقم. ده انا. تمام. ده انا تمام. تمام. ده كاستمر كير. ده انا مش كاستمر سيرفيس. هم لولو كانوا فاهمين الموضوع غلط والله. وكان فرع جديد هيفتحوه، الدنيا تمام، ويعني مش متخيل السعاده. يعني انا تمام، يلا حضر الورق، املى الابليكيشن، مضيت الابليكيشن، حضر الورق وتعالى دلوقتي معاك لحد اول الشهر الفرع يفتح هتبدا فيه على طول. قالوا انا اتعينت وقبلوني وزغاريت بقى، وهي طايره من الفرحه. وهتقبض كام؟ 2500 جنيه. طب بص، هندفع الايجار 1300 جنيه خالص. 1300 جنيه الايجار، والباقي هظبطهم لك انا وهرتبهم لك. نشتري عيش بالشهر ونحطه في الفريزر، هنجيب الجبن بتاعتنا كذا. اقسم بالله كانت بتحسب معايا 2500 جنيه في رقم. انا معايا بقى 5 جنيه اللي هعدي الناحيه التانية، روح يلا انا جاي لك وهنقسم دلوقتي وهنرتب هندفع ايه وهنعمل ايه. ظبطت يا جماعه. وهكلم ابويا بقى 2500 جنيه يا جماعه، انا اشتغلت بقى 6 شهور قاعد في البيت. في رقم بيتصل بيا، طب اقفلي انا جاي. الو، ايوه مصطفى جمال، ايوه انا فلان الفلاني صاحب شركه كذا للهجره. هجره؟ انا مش عايز اهاجر. لا، هجره انك هجره انك تيجي تشتغل في الهجره وبتاع. انا افتكرت انا كنت مقدم على الوظيفه دي اونلاين. ما انا قدمت كتير بقى. انت قدمت كتير قوي. طب حضرتك فين الشركه ديت؟ في مدينه نصر. طب اجي لحضرتك امتى؟ دلوقتي. ما معيش غير 5 جنيه. ما انا عمال بقى كل ده اجي لحضرتك دلوقتي. طب ينفع نأجل الانترفيو بكره؟ قال لا، ده اخر يوم، وانا صاحب الشركه بيكلمك وبقول لك تعالى دلوقتي نعمل المقابله، يا اما خلاص ما تجيش. قلت له طب حاضر يا فندم، حاضر، مع السلامه. وقفلت. انا واقف هعدي الناحيه التانية عشان اركب بال5 جنيه وارجع. لقيت الميني باص جاي قدامي ومكتوب عليه مكرم عبيد. لقيت نفسي بطلع الميني باص، لا اله الا الله، وبدفع 5 جنيه وبتصل بيها في البيت وقلت حصل 1 2 3 ولا ارادي انا رايح. طب هترجع ازاي؟ على الله بقى. انا يعني عندي تجارب سابقه في ان انا كنت بطلع الميني باص اوشوش السواق، اقول له انا معيش فلوس.
معلش وسامحني وبتاع ومعيش فلوس. انك كبير كبير أنت راجل يعني. ووسيم وتمام وبتاع، بس يعني ما محدش فيش. احرجك؟ لا للاسف يعني لا بصراحه للاسف. ليه؟ للاسف ما حدش يحرجك؟ احرجني. يعني كانت هتبقى بالنسبه لي في حياتي في كاريري يا ريتني حاجه كنت- سوداويه. بس يا جماعه ما في كل سواقين المينيباص جدعان، يعني بالله عليك. والله جدعان لابعد الحدود. ده بايه ده اللي فيه الله. بيعرض. اه لو عايز فلوس تاني قول لي، يعني خد 5 جنيه خليها بجد معاك. والله. اقسم بالله هذا حصل. ما آه. في سواق هم كتار ركبت معاهم، ما كان معايا مروحه او مجيه، لا وانا بس حاليا السواق، معاه ده. سي 180، اه معاه مرسيدس سي 180. الحمد لله الحمد لله. اللي قاعد ده اتسنكح كتير جدا عن المينيباصات والميكروباصات في انه معهوش فلوس. يعني احنا كده نقدر نقول ان الراجل اللي وصلك يعني الراجل ممكن ده- سواقين يشوفوني في الموضوع دوت يبقوا عايزين مني تمن الاجره. وكان احيانا كتير كنت بركب المينيباص وفي المحصل اللي بيطلع يشوف التذكره علشان يقطعها قطعه صغيره. حضرتوا الكلام ده ولا؟ يقطعها قطعه صغيره، فانا معيش، فالسواق يقول له ده تبعي معايا وتمام وما تحرجوش. والله العظيم. فالمهم رحت عملت المقابلة، دخلت فضلت بتاع ساعة داخل مكتب وأعلام ودول قصة. وبتاع وموضوع داخل سفارة. واضح فين يا جماعه؟ في ايه يا جماعة؟ فدخلت قعدت مع صاحب الشركة، انت اشتغلت فين؟ عملت 1 2 3 واشتغلت 1 2 3. طب السفر، طب البتاع، المهم ايه؟ عجبته. طب ايه بقى ليه؟ انا عايز افهم ليه. متكلم لسانه كويس. هو شاف فيك حاجه، شاف فيك يعني حاجه هو عايزها. انت كويس وهتقدر. مع انك بعيد خالص عن المجال خالص، ما اعرفش اي حاجه عنه. أنا ما عمري في بكاكا حياتي دس ما فيش شباب. طياره ايه، ما اعرفش المطار طريقه منين. فما فيش، انت بس كنت تمام قاعد بتحلم بالشنطه اللي بتشيلها في خالص. الكاستمر سيرفيس بتاع انا في 2500 جنيه هي عامله جدول ايوه في عليهم جدول هناك. هتنزل من بكره معانا الشركه ومرتبك 5000 جنيه في الشهر. اوبا بقى. انتوا متخيلين بقى؟ ده راحت خالص. ده انا الفلوس بقى ايه، عمال اتخيل فلوس أيوة. بتيجي وبتاع و5000 مليونيرات بقى. الضعف. 5000 جنيه وهنزل من بكره مش من اول الشهر، لان انا كنت حاطط بقى في دماغي انا هفضل بقى اخد من ابويا فلوس، راح بقى اطلع الفيش وراح اطلع الورق هنا ضيع لي 500 قبل ما اشتغل مثلا. فانا عمال بقى احضر على الفلوس اللي هستلفها من ابويا عشان احضر ورقي. فدلوقتي انا 5000 جنيه. جنيه مدير الشركه ده فاكره؟ انهو اللي هو الاخير اللي هو بتاع شركه الهجره. طبعا طبعا فاكره وعارفه. وده دلوقتي كومباتيتور. كومباتيتور طبعا. وشرس. كومباتيتور شرس. والموضوع ما طب عداش هو شايفك بسهوله. خطر والله. طبعا. وفي مشاكل وحروب دائره. يعني هو ما خدش يعني. لا انا دلوقتي منافس شرس. والموضوع ان انا يعني انت كنت في يوم من الايام انا اللي عملتك. هو قاعد بقى دلوقتي بيقول انا اللي عملتك. يا ريتني ما عملت الانترفيو ده. يا ريتني انا اللي جبته لنفسي. وخدنا بقى تمام. وكان فرح بقى اكتر من فرح ال 2500 جنيه بتوع لولو. ده 5000 جنيه. طب بقول لك احنا مش هنحسبها، ده احنا خلاص بقى هنعدي الفلنكات. ده احنا هناكل لحمه وفراخ كل يوم. والله العظيم. ونزلت واشتغلت واجتهدت وتعبت وطلعت الباسبور وربنا كرمني. وال5 بقوا 15 وال15 بقوا 30 وال30 بقوا 50. ونظرا لان هو فاميلي بزنس الكومبيتيتور دوت كان فيه ضغائن وحاجات مش كويسه. قعدت معاهم قد ايه؟ قعدت معاهم 3 سنين. ومشاكل وقصص ومواضيع. بس هو انا هقف عند الحته دي معلش. يعني انا الحمد لله انا بقالي اكتر مثلا من 23 سنه تقريبا عندي شركه وبجيب شباب ويدربهم. في ناس كتير عملوا شركات. بس انا عندي قناعه ما هو دي زينة الحياه. طب ما انا طبيعي لازم يعني الصغير لازم يطلع ويكبر. وانا لما كنت صغير شغال في مكان ما انا طلعت وعملت شركه لوحدي وكبرت وهكذا. دي سنة الحياه. ليه الناس بتزعل؟ عشان مش كل الناس زيك. يعني ما ده طبيعي. ده منطقي برضه. مش كل الناس زيك. اكيد مش هتفضل شغال. والشخص كمان الطموح. يعني هقول لك على حاجه. انا والله انا فاكر الموقف ده. هو ممكن تكون جات لي بنت مره تشتغل معايا تمسك الماركتنج. وحصل ده مع اكتر من حد. فقلت لها انت مش هينفع تشتغلي معايا.
انت شكلك انت صاحبه شركه، فهي مش فاهمه، هي جايه تقبض مني 2000 جنيه، هي مش فاهمه الكلام ده. هي النهارده عندها شركه ماركتينج وفي دبي، ما وكل شاء شويه الله. تكلمني تقول ما لي شاء انا الله. انا فاكره. وطبعا الحمد لله حصل ده كان كتير جدا مع شباب. ما انا شاء ببقى الله. شايف اصل هو ما هو يعني صح هو ربنا صح خلقنا كلنا صح في حد عنده بوتنشال ويكبر. انا صح. بكون داخل شباب عارف ان ده هو طموحه، هيشتغل في الحته دي م. وهيبقى مؤدي جدا فيه، وحد لا هو طموحه يعني. في حد من الناس اللي بيصوروا معانا دلوقتي انا عارف هو مش مكمل معايا، عارف هو يروح يعمل شركه كمان كام سنه، انا متاكد ده. وفي حد تاني يروح يقول انا لا انا مكمل في الحته دي وهكبرها. ما هو احنا يعني انت في ناس، انت في ناس زيك وفي ناس عكسك، في ناس زي وفي ناس عكسي. بس تأكد ربنا ان خلينا دي كل واحد عنده طبيعة mentality. البني ادمين بقى، طبيعة البني ادمين. نبي وعبد صالح ادى العبد العلم واختبر النبي في الصبر. صح لما صح. راح قال له لن تستطيع معي صبرا، صح. وهو كان عنده علم الدنيا والآخرة وخرق السفينة، قال له أخرقتها لتغرق أهلها، سبحان الله. قال له أنا قلت لك لن تستطيع معي صبر. قلت لك. ونبي نبي. فالنهاردة كل واحد فينا عنده حاجة. انت ما عندكش مشكلة ان فلان شغال معاك وتحت ايدك انه يبقى احسن منك، انت متصالح، عشان كده ربنا يكرمك. في غيرك لا. يعني انت متاكد ان ربنا هيكرمك؟ والله طول ما انا عايز، انا مريت في MG ان انا دلوقتي المنافسين كان معايا واحد بدأ معايا الأوضة واشتغل معايا من البداية لحد ما ربنا كرمنا ووفقنا ووقفنا على رجلينا وبقينا المقر اللي حضرتك جيته او اللي انت جيته في مدينة نصر. اكتشفت انه بيشتغل مع منافس وبيقنع الموظفين اللي في الشركة ان هم يروحوا للمنافس ده يشتغل معاه. بس خيانة يعني. ما هو خيانة وانا برضو ما عنديش غضاضة. والنهاردة الراجل ده خيانة. عنده مكتب. هل انا عندي ضغينه يعني مع حد؟ مشكله ان حد يطلع يشتغل بره، ما عنديش مشكله في ده، وما عنديش مشكله ان حد ينجح يعني. بس خلينا نكون صراحه مع بعض. لا يؤمن احدكم حتى ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بس خلاص. فانا النهارده بقى بعمل كل حاجه حلوه، بحب لاخوك زي ما بحبه، ان بحب لاخويا النجاح والتفوق والكلام ده، ولا احس بغيره. طب الغيره ديت انت ممكن تصنفها غيره ايجابيه. وبرضو اللي اتحط في النار يعني انت برضو ما بينك وما بين جواك في حاجه جواك كده عايز تبقى احسن منه او الحاجات ديت، بس ما تاذيش، بس ما تضايقش، بس ما تعملش حاجه. انا صراحه بصراحه يعني انا ما عنديش مشاكل ان اي حد يكون موجود معايا ويطلع يشتغل بره. اقسم بالله العظيم لو حد فيكم فكر يطلع يشتغل بره لا هعلقه. طب انا مصطفى بتاع زمان، لو حد فيهم عمل ده هتلاقي كوبايه الشاي وهتلاقي قلل وهتلاقي طوب بس انا دلوقتي يا جماعه اللي غيرته وبقيت مسالم جدا وما عنديش اي مشاكل في اي حاجه. بدات السياحه بقى. انا شايف انت عندك حاجات مختلفه في السياحه. خلينا نتكلم في موضوع البيزنس. ان بدات تطور نفسك. ويعني انا صراحه شفت شركات سياحه كتير، وفي شركات سياحه انا شخصيا بديرها سواء يعني براندنج بشكل كامل. بس لا انا انبسطت لما دخلت دنيا منظمه جدا. انا كان داخل سفاره يعني زي الشركات اللي هي بتقابل السفارات TLS وشركات تانية. انت عامل نظام حلو وشكل لطيف، وواضح جدا انك بتركز في التفاصيل. يعني واضح انك بتركز في التفاصيل والشباب اللي عندك حلوين محترمين. يعني لا انا انبسطت يعني كتجربه كاكسبيرينس. انا رايح طبعا كشغل بس انبسطت بامانه والله. يعني وجودك شرفنا بشكل كبير جدا والله. هو انا واخد الموضوع كرساله مش واخده كبزنس خالص. انا بقدم رساله. اولا نحن لا ندعو الناس الى السفر وما بنجملش في نقطه السفر واقول لك يلا تعالى سافر وبلدنا وحشه وبلدنا وحشه وروح البلد ديت حلوه. لا انا باخد الموضوع من بعد اتخاذ الشخص للقرار في انه يسافر بناء على كريتيريا انك لازم تبقى معدي برسنتج كبيرة جدا في مصر علشان بناء عليه يبقى سفرك ناجح. ده MG. انا مش رسالة ويلا تعالى وسافر والدنيا برا جميلة، لا طبعا. فاحنا عندنا مسج احنا بنقدمها
ان التأشيرة هي 25% من الطريق، 75% من نجاح الشخص لما يسافر. لما يسافر ويبدأ يخش في مش أي حد يسافر، adaptability، اكيد طبعا لازم يبقى عندي كرايتيريا معينة ومعايير، انه يبقى معاه مؤهل عالي، سنه مناسب، عنده حساب بنكي، قادر انه هو عنده قدرة من اللغة بشكل معين انه يقدر يخش في كوميونيتي جديد، يعمل adaptability بشكل سريع. كل ده احنا معاه. يعني السيكونسز كلها بتاعت العميل من الالف لليه احنا معاه فيه. ال فروم سكراتش، عايز اسافر ليه؟ والله عايز استقر، عايز اهاجر، يعني عايز لما ادرس. انا باجي لك حد طبعا بيسال ده واحد. سؤال رقم واحد، اسافر ليه؟ انت بتعمل استشارات حد؟ طبعا بقعد مع ناس وبنعمل استشارات قبل ما بنبروسيد في اي حاجه. بس مصطفى انت اكيد ما بقاش فاضي تقعد مع كل الناس طبعا. اكيد. ايه اللي بيحصل بقى؟ انت شفت عندك ناس كتير او بتعلمهم طبعا نفس البروسيس اللي انت اتعلمتها وشغال عليه؟ عندي سيلز في البدايه، هو بيتواصل معانا، السيلز بيكلموا، بيعملوا مع استشاره في التليفون. سنك ايه، مؤهلاتك ايه، سافرت فين، ولا استشاره. او السيلز ده في التليفون عادي. بيقول له كل التفاصيل. اول ما بيبقى مؤهل ويعرفوا ان هو مؤهل وعايز يجي الشركه، فبيحددوا له ميعاد استشاره سواء اوفلاين او اونلاين. بتبقى استشاره مدفوعه. ما حدش بيجي وهو نو واي، مفيش حد بيجي مش مؤهل. طيب في حاجات بقى انا هقولها دلوقتي. احنا 25% من اللي بنعمله احنا بنقوله، 75% احنا بنعمله بس ما بنقولوش. زي ايه؟ طيب العميل جه خلاص انت مؤهل، فبتيجي تعمل استشارة. بيقعد مع الشخص الاستشاري المؤهل في اي فرع من فروعنا، او هو قاعد في البيت بيتعمل له استشارة اونلاين عن طريق زوم. فبناء عليه انت عايز تسافر ليه، بيتاخد كل معلوماته، وبيبدأ يتشرح له كل تفاصيل السفر. انه سافر لوحده من غيرنا. لان الناس ما تعرفوهوش ان اوروبا وكندا وامريكا والكلام ده مش محتاجة شركات سياحة. الهجرة مش محتاجة محامي هجرة، عكس الدول العربية. انت ما تقدرش تروح تعمل عمرة غير لما تروح لشركة سياحة. انت ما تقدرش تطلع تأشيرة سياحة لدبي غير لما تروح لشركة سياحة. وانت مركز قوي في اوروبا انجلترا، كندا، استراليا، امريكا، نيوزيلندا، هي دي الدول المين اللي احنا شغالين عليها. الدول ديت فاتحة ان اي شخص طبيعي سواء شخص عادي او اعتباري يقدر يقدم عليها ويقدر يقدم بنفسه. وانت بدون مش بتقول لي انت لازم تعمل. لا انا بشرح لك كل حاجة من الالف لليه. حلو قوي. هتعمل 1 2 3 وهتوثق الورق الفلاني وتترجم الورق الفلاني، هحقق النقط في الهجرة عن طريق كذا، هتجيب الامتحانات كذا، هتجيب النقط بتاعتك كذا، هتجيب درجة اللغة عن طريق الامتحان الفلاني، هتعترف بشهاداتك كذا. في الهجرة، في السياحة، في الدراسة، في البحث عن عمل، بيتشرح لك كل حاجة في الاستشارة. حلو. وفي اخر الاستشاره لو عايز توكلنا واحنا نساعدك في كل ده ونبقى واقفين جنبك مش قدامك. احنا الجهه اللي بتساعدك مش الجهه المانحه. مش طبعا. احنا اللي بندي التأشيرات ولا احنا اللي بندي الموافقه. عشان الناس بتتخيل لما تروح شركه سياحه بقى خلاص خدت التأشيره. يعني انا ما بتكلمش بالنيابه عنك. انا بتكلم انا بتكلم مش بتكلم بالنيابه عنك، انا بتكلم ان انا انت. فالسفاره شايفاك مش شايفاني. مفهوم. كل الورق بتاعك مش بتاعي. مفهوم. فبناء عليه احنا بناخد تكلفة كذا، بيبقى انكلودنج فيها 1 2 3 4 5 6. ده مناسب معاك تمام، مش مناسب معاك انت تشرح لك في البداية ازاي تمشي لوحدك. وهنفضل سبورت معاك، واحتجتنا في اي وقت تسألنا على اي حاجة هنساعدك فيها. قفل الاستشارة او طلع من الاستشارة سواء اونلاين او اوفلاين، تاخد منه فيدباك. تمام الدنيا تمام ولا تريفند الفلوس بتاعت الاستشارة؟ استفدت ما استفدت؟ والله العظيم ده الحقيقي استفدت. استفدت. حضرتك في اوبشن انك يا تغير الاستشاري يا ترجع فلوس الاستشارة. بس الكلام ده غير معلن. ده اللي بيحصل على ارض الواقع، سواء استشارة اونلاين او اوفلاين. واحد لا والله خلاص انا يعني استفدت بس يعني مش حابب ان انتوا تاخدوا فلوس. اتفضل حضرتك. ورسوم الاستشارة بسيطة جدا ورمزية جدا يعني، وبنفضل معاك ومفيش اي مشكلة. طيب جيت عاقد معانا، الفلوس بتاعة التعاقد بيبقى شاملة حاجات كتيرة جدا بيتقالوا عليه. احنا في الهجرة بنوفر كورسات اونلاين، عاملين شراكة مع جهة اسمها بيرسون، دي الجهة المانحة للامتحان المعتمد للغة. عاملين شراكة مع الاي دي بي، وده بيخلينا يبقى معانا ماتيريال وموك اكزام، ان العميل يعني بياخد كورس بطريقه فول بروفيشنال انه يقدر يخش يجيب الدرجه المطلوبه في الامتحان المعتمد للهجرة. انت بتحاول ان هو بتساعدني ان انا لما ادخل كل حاجه، فانت مظبط لي الدنيا كلها. كل حاجه. دراسه، عاملين شراكه مع ابلاي بورد از ايجنت، بيقدر يجيب لنا اكسبتنس. يعني انت بتديني دلوقتي 2 اوبشن. اول اوبشن سواء في التاشيرات او في او حتى في الدراسه او في الهجره،
بتديني اوبشن بتقول لي انا بشرح لك كل حاجه اهو، ادي 1 2 3 تمام جو اون. تمام. انا مشيت تمام، ما مشيتش وحاسس بقى ان الموضوع صعب عليا ومش وعايز اريح دماغي، فباجي اقول لك يا ام جي تعالوا ساعدني في ده. تمام. فانتوا احنا التو اوبشن انت من الالف للياء، سياحه، ترافل بلان، حجز. جالك حد قبل كده خد الخدمه وزعل قال لك لا انا ما طبعا. انت بقى صريح، فانا طبعا طبعا في بتعملوا الحلو وفي إيه؟ الوحش. في ليه بتاخد فلوس دي كلها وكتير جدا وحرام وبتاع، وفي يعني حاجات كتيرة جدا حصلت صعبة جدا يعني طب احكي لي بس على بس احنا دايما اغرب يعني موقف كوميدي احنا انت قابلك وضع في الحتة دفاع يعني مواقف كوميدية. انا في ناس، في واحد انا تبنيته مقدم على دراسة اعتبرته خاص صغير ومن وسط يعني نوعا ما الماديات مش احسن حاجة، الاملاك مش احسن حاجة، الكلام ده. طبعت له كشوفات حسابات الشركة وعملت له حاجة اسمها فاينانشال سبورت. قلت للسفارة ان انا السبورت والفلوس دي كلها ادفعها له في الدراسة وبتاع. خد التأشيرة وسافر، طلع شتمني. والله عمل فيديوهات وشتمني. طب ليه؟ عمال كل شوية يا ابني ادرس. لا انا مش هو دبلوم والدنيا الدراسة هو راح اشتغل. طب يا جماعة انت طالع يا استاذي، انت طالع تدرس مش طالع تشتغل، فادرس وبعد كده اشتغل. ما فيش. والمهم لا التيك توك الريتش رايح في انه بيشتمني فشتمني، فجاله ريتش، فما شاء الله بيعمل فيديوهات قد كده يشتمني فيها. اوعى تكون سويسي ولا حاجه. لا فيعني من هذا القبيل كتير يعني. ومواقف بتعدي على الواحد يعني بيكتشف فيها، بيتعلم منها حاجات كتيره جدا. في واحد ده كان رايح دراسه. طب الهجره مثلا ما حصلش معاك موقف كوميدي في الهجره؟ لا بصراحه. لان مين اللي بيروح للهجره؟ فهمني كده. مين اللي لما اخد موقف في الهجره؟ يعني موضوع الاميجريشن ده محتاج مايند سيت عاليه جدا. واحد معاه مؤهل عالي، سنه صغير، معاه خبره عمليه في مجال حساس ومطلوب وديماندد، ضربت لي الهجره وبايو لانجوال بقى انجلش وفرنش، وراجل ده مهاجر بياخد بيرمنت ريزيدنت فروم داي 1. تمام. في برامج تانية للشعر الابيض. حاضر عين. عدى على بكره. انا والله فرنش استشاره فور فري وياما عملنا فول ريفاند، وياما اشتغلنا الناس وما عجبنيش ترجع لي. طبعا. وياما اشتغلنا الناس ببلاش. من ناحيه لما انت بترجع له الفلوس. يعني انا جي في مره كنت في انجلترا وده موقف يعني انا مش هنساه. في امريكا عشان تقدم فيزا سياحه لازم تدفع 9250 جنيه في السفاره. اللي هو ال 160 160 دولار. فدفعنا الواحد الريسيت، فالريسيت ده معانا ومعانا الدي اس وكل حاجه، وحجز له ميعاد. فمعاه العميل الورقه ده وميعاده المفروض يخش. فخد الورق ده راح وداه المكتب منافس، قال له لا ده الورق ده مضروب ومزور ونصابين. والله العظيم لما 5 6 وطلعوا لي على الشركه وانا كنت في انجلترا. فاتصل بيا تطول عليا بالكلام في التليفون، والورق ده مضروب ومزور وبتاع. طب نروح طب استناني لما اجي ونطلع انا وانت على البنك او نطلع على الاسم. يعني اي مشوار عايز نطلع عليه نطلع عليه. فالمهم لما لا انا رايح دلوقتي. لما 5 6 طلع على الشركه، وانا يعني الحمد لله كل موجود في الشركه يعني شبه مصطفى دلوقتي، مش شبه مصطفى زمان. ايوه بس اقول لك شبه مصطفى دلوقتي جنب 5 6 وبنات وبتاع يلا وفين وعملوا يعني لقطه مش كويسه وخد فلوسه كلها. يعني برضو احنا دايما زي ما انا دايما بقول في وضع دفاع عن النفس. وانا دفعت 10,000 جنيه 9,250 جنيه دول من جيبي، وخد فلوسه كلها اللي دفعها على ان واحد منافس قال له الورق ده مضروب ومزور وبتاع. وده افتراء وادعاءات باطله يعني. ففي مواقف بتعدي عليها بالشكل ده، وفي واحد بيترفض بيبقى بالنسبه له كارثه كبيره جدا. اترفض انه من البدايه دي temporary resident، دي اقامه مؤقته، ففيها قبول ورفض. هو يعني انا عشان ايه اللي بيكون المؤهلات اقوى ان انا اخد فيزا مثلا؟ فيزا ايه؟ سياحه. فيزا سياحه. فيزا سياحه ما لهاش اي معايير غير روابط تقنع السفاره انك رايح وراجع تاني. بس ده المقياس الوحيد. روابط يعني متجوز مثلا، متجوز، عندك املاك، عندك شغل ثابت متامن عليك، بتقبض بنك باختصار شديد بس كده. ده روابط معاك ورق يثبت الكلام ده، فبتقدمه ان انا رايح وراجع تاني.
بس الهجره معاك نقط سن في ناس مؤهل. بتقعد تقول ايه لازم عندك كشف حساب مليون جنيه، وحد يقول لي لا ده ممكن اطلع ب 200,000 جنيه. هو مجال ملوش السفر علاقة. للاسف مجال ملهاش السفر مش قرآن للاسف يعني. الشديد فيه كميه نظريات لمانديلا اه زي الشبشب لو معوج يجيب الفقر، فعدل والله الشبشب انا ده بسمع. هيجيب بص انا الفقر. بسافر يا مصطفى وانا ما في عندي السفر، ما 14 نفسي سنه اعرف مين اللي والله بيقول عظيم. كده. لا طب اقول لك، اسالك ويطلعوا يقولوا سؤال فيديوهات اسالك جامده سؤال جدا. اسالك سؤال اه اسالكوا سؤال. لو واحد اترفض دلوقتي في اوروبا، المفروض يقدم بعدها بقد ايه؟ اترفض فلازم يقدم بعدها بقد ايه؟ ده الشبشب المقلوب فعدله مش علشان اي علاقه. مفيش الكلام ده، قدم تاني يوم. اه نفسي اعرف مين اللي عمل الكلام ده. إن هو فدي لازم نظريات بعد ما مانديلا تقدم مع بقى. السفاره تتقدم بعد 6 شهور. الجبنه ولا اللافاشكرين الجاموسه اللي على الجبنه دي آه. حتى حلق في ودنها ولا لا؟ اه ده نظريه مانديلا. مش حتى حلق. بيكاتشو ديله فيه اسود ولا لا؟ اه دي نظريات مانديلا. كل ده مش الكلام. موجود. اه مفيش قدم بعد 6 شهور، مفيش حساب بنكي بمليون جنيه. مفيش حاجه اسمها في كده. ناس بتتقبل بحسابات بنكيه زيرو. بيخش يقدم النهارده في السفاره، طبعا عنده ترانزاكشن 200 300 الف جنيه فلوسه في السوق، فراح قدم لهم زيرو كشف الحساب، فبياخدوا منه الورق ويقولوا له هتحط الفلوس امتى؟ يوم الاحد، وكان النهارده الخميس. فيوم الاحد حضرتك يبقى ابعت لنا كشف الحساب بنكي يكون فيه رصيد يغطي ثمن الرحله. رحله اوروبا لاسبانيا طيران ذهاب وعوده ب 20 30 الف جنيه. 20 30 الف جنيه يعني انت ومعاك 100 الف جنيه، انت رحت اوروبا قعدت 4-5 ايام بطيران باقامه بفندق وعيشتك جميله 4-5 ايام. ففي حاجات كتيره جدا في النظريات. يومين في الساحل دول. والله دي لا الساحل اغلى. الساحل اغلى بانك يعني تروح يعني اوروبا. هو ملوش قاعده ولا ملوش خالص. انت راجل رايح تتفسح، معاك الموارد اللي تسمح بالكلام ده. بينك تمام. وبين في روابط بينك وبين طبعا بالبلد. طيب الهجره مين اللي بقى احسن؟ اللي معاه نقط سن مؤهل خبره لغه. سنك اعلى من 45 سنه لا. شوف لك اي طريق تاني. سنك مناسب، معاك مؤهل عالي، شغال في تخصص مطلوب في الدولة اللي هتاجر ليها، لان الهجرة مش مفتوحة غير 4 دول. انك مهاجر كندا، استراليا، نيوزيلندا، امريكا. الهجرة يعني اقامة دايمة. تاخدها من اول شايف يوم. احسن دول ايه؟ كندا، استراليا، نيوزيلندا. كندا، استراليا، نيوزيلندا وامريكا علشان هجرتها لوتري مبنيه على الدعاء والحظ. تقعد تدعي ربنا وتروح تعمل عمره وتعمل ندر. الله يا ربنا يا رب لو اتقبلت في اللوتري هعمل كذا. ملوش علاقه خالص ما لهاش معايا. طب انا عايز اقول لك على حاجه بقى. قول لي. ماشي، انا عمري ما اترفضت في سفاره. ايوه ما شاء الله الحمد لله. الا سفاره امريكا. داخل بقى اقسم بالله مصطفى لازم احكي لك على الموقف ده. انا داخل بتناكه رهيبه جدا، معايا جوازات يعني خلصانه، اختام وتاشيرات. وكله بقى وما شاء الله يعني بسافر في السنه 3-4 مرات وتمام. فبتكلم معاه بثقه متناهيه وشايف جنبي يعني انت ربنا يبارك يعني، بس ناس جنبها تعليم متوسط داخلين مثلا بجلاليب والله بجد ماشي، مفيش ولا كلمه. بيكلمني فبيسالني، انا نفسي افهم حتى الان هو رفضني ليه. مش فاهم. ما انا بواجه الكلام ده. بتكلم كويس جدا معاه. قال لي انت عايز؟ قلت له انا كونتنت كرييتور ومخرج ورايح اعمل فيديوهات بره والكلام ده. قال لي تمام ماشي اوكي. طب رفضني. ده مشكله. عارف احساسي ايه عارف ليه؟ مش فاهم ليه. اقول لك ليه. انت جنسيتك ايه؟ مصري حضرتك. بس الحمد لله هي دي الاجابه. انت مصري. طب ليه بس خلص. انت مصري يعني. انت مصري. نفس جوازي حلو. انا بفضل جوازي حلو ومعايا تاشيرات ومش عارف انت ايه. انا مصري. انا محتاج بيرميشن. لا الناس تانية اداهم والله. ما هو بيرميشن بقى. هو اداك الاذن ما اداش لغيرك الاذن. هو يعني بيبقى احيانا بقى ممكن دماغه مثلا. ما انا دخلت برضو. انا دخلت واتقبلت الحمد لله. وكنت رايح ساعتها ماليزيا واوروبا ودبي. انت ايه؟ انا CEO في شركه عندي 20 موظف دخلي كذا. سافرت فين؟ سافرت حته فلانيه. وكانت اللي قبلي واللي بعدي وطول اليوم ازرق اللي هي رفض 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 رفض. والحمد لله خدت القبول ومشيت. فهي برضو وانا داخل انا عادي البروبابيليتي في ان انا اترفض، لانك في امريكا بالذات انت مهاجر الى ان تثبت العكس. وانت مرفوض الى ان اجاباتك يخليهم يقبلوك. فهو ملهاش معايير يعني. ممكن انت تعامل كل معاييرك وتمام وتترفض برضه. طبعا هو temporary resident. ايه الحاجه اللي بتبقى نوعا ما اكثر تنظيما؟ هي الهجره.
انما دراسه سياحه بحث عن عمل هي فيزا مؤقته، إيه اللي هيخليك تروح وترجع تاني. حتى ده المعيار. حتى في الدراسه، حتى أنا في شايف الدراسه لو الدنيا الورق مظبوط الموافقه هناك، ما هو رايح ادرس، ايه اللي هيخليك تخلص دراسه وترجع. فلازم يبقى عندك روابط تخليهم نفس يقتنعوا. نفس الكلام. بالزبط. حتى لو ليها تبعيات بعد كده. ايه احسن الدول بقى في الدراسه؟ انجلترا طبعا، المانيا، مم. يجي بعدها كندا وامريكا واستراليا ونيوزيلندا. طب بتشتغلوا برضو في موضوع ان انا مثلا لو ابني عنده عايز منحه في الكلام ده؟ لا، سكولرشيبس اي حاجه بتبقى فيها الاختيارات محدوده جدا ومبنيه على منافسات صعبه لان اي جامعه بيبقى ليها عدد مقاعد معينه للسكولرشيبس. بلس ان الراجل اللي هيقدم على منحه ده لازم يبقى جايب GPA عالي في تخصص مناسب وهكذا، ويكون عنده سن معين. مش فيها خالص. لا للاسف، لان انا عندي برضو ما يمكن تجنبه يجب تجنبه. بس انت كبزنس ما حاولتش ان انت اصلا تدخل فيه يعني؟ عشان شايف ان في سيرفيس كتيره مثلا. حاولت اوريدي وانا عندي النو هاو فيه بشكل كبير جدا، بس غير معلن. لا، في حاجات احنا بنشتغل عليها واوريدي، يعني مثلا زي الجولدن ريزيدنسي بتاعت الامارات شغالين عليها. زي عقود عمل بتيجي من الامارات برضو نوعا ما بنبوش فيها. زي موضوع المنح نوعا ما برضو شغالين عليه، بس غير معلن از خدمة للشركة قصادها عقد. الشركة احنا بنتكلم في هجرة بشكل يعني المينلي مظبوط. هجرة بنتكلم في دراسة بحث عن عمل وسياحة. بحث عن عمل هو ايه بقى؟ فيزا فتحها اوروبا انك تروح تدور على شغل. دي فيزا بتاعت اسبانيا؟ لا بتاعت البرتغال والمانيا وهولندا والسويد والنمسا. مظبوط. 5 دول فاتحين الفيزا انك تقدر تاخد اقامه انك تروح تدور على شغل. برضو الناس تعرفها. المانيا برنامج اسمه بطاقه الفرص تشانسن كارتا، انك توصل ل6 نقط تاخد اقامه بحث عن عمل لمده سنه. انك تقدم اول لما تعدي ال6 نقط بناء على سنك ومؤهلك وخبرتك واللغه، انك تبقى جايب A1 او A2 في اللغه الالمانيه او A1 او A2 في اللغه الانجليزيه. بلس انك تعمل معادلة لشهاداتك عن طريق جهة اسمها زاب، انك لازم يكون معاك مؤهل دراسي معترف بيه في ألمانيا، عندك خبرة عملية. بلس اهم شرط واصعبهم في ألمانيا بالتحديد انه يبقى عندك حساب بنكي مغلق موجود في ألمانيا اسمه بلوك اكاونت، يكون فيه 13,000 يورو على الأقل. فبيتفتح الحساب البنك المغلق ده اونلاين، يعني تقدر من دلوقتي تفتح حساب بنكي في ألمانيا. انك تحول بقى 13,000 يورو دول، ما هو هنا بقى، ما هو ليه اصلا الكونسبت بتاع 13,000 يورو دول؟ هو بيديك اقامه بحث عن عمل لمده سنه عشان يبقى ضامن سنه بصرف. مظبوط. بيصرف لك كل شهر 1300 يورو زي بتاع الدراسه. مظبوط. خد 1300 يورو ادفع سكنك واكلك وشربك لحين ما تشتغل. فتاخد اقامه عمل لمده سنتين، بتتجدد سنتين في السنتين، بعدها اقامه دايمه وجنسيه. ما هي عارفه ما انا وبتيجي على البحث عن عمل. هي عايز تبحث عن عمل. والله وكلام مهم جدا. نيجي للنمسا. لازم تجمع 70 نقطة بحساب بنكي عادي في مصر موجود، يكون في رصيد يقدر يكفر 6 شهور. لا مش بلوك. وبالعملة المصرية عادي. هولندا بتاخد إقامة بحث عن عمل لمدة 4 شهور. أهم شرطين فيهم إنك يبقى معاك قريب درجة أولى في هولندا، وتبقى خريج جامعة من أكبر 200 جامعة على مستوى العالم، وحساب بنك برضو يقدر يكفر ده. السويد لازم يبقى معاك ماجستير. البرتغال مؤهل عالي عادي وتقدر تقدم تاخد إقامة بحث عن عمل لمدة 4 شهور. البرتغال أقل دولة برضو مظبوط يعني، وهي يعني. حاليا سسبندد. بلس ان هم بيضيفوا شويه معايير فيها. في ناس خدت الكلام ده وراحت وفعلا ولقت شغل. احنا اكتر شركه في مصر الحمد لله نجح مع عملاء في البحث عن عمل في البرتغال. الحمد لله احنا اول شركه في مصر الناس تسافر عن طريق برنامج اللي تشانسن كارتا بطاقه الفرص بتاع المانيا من اول ما عدلوا اسمها وعدلوا الشروط بتاعتها. فالحمد لله احنا واخدين الادفانتج في الحته ديت بشكل كبير. طب انا بشوف يعني انت بقى وضعك ايه مع المنافسين؟ يعني في منافسين ليك بيبقى في شراسه في شغل زي ما احنا قلنا تحت الترابيزه، ايه اللي يعني احكي لي كده يعني احنا دايما حاطين وضع دفاع عن النفس. انا معاك هو والله يعني الموضوع ده بالنسبه لي حساس جدا. فاحنا واخدين اسلوب ان احنا ندافع عن نفسنا، ما نخشش في محادثات، لان الدخول في المحادثات ديت يعني بيعمل مشاكل طبعا. حروب مش هيبقى فيها كسبان وخسران، الاثنين خسرانين.
هيبقى خسران نسبة الخسارة بس قد انت قلت ايه؟ في شغل اتعمل تحت الترابيزه، حد جدا. يجيلك انا يعني بيتعمل معايا اشكال والوان من التنافس الغير شريف اه وحاجات كتيرة جدا، بس احنا دايما يعني بنبقى مترفعين عن الأحقاد ديت، ومترفعين عن الرد، ومترفعين عن الدخول في محادثات اه فرعية اه تضر اه. باسم شركة. هو عايز يجرك للمنطقة ديت. طب انت يعني ما اتعصبتش مره والله أنا وقررت انت تضرب كرسي في الكلوب؟ عندي 2 في الشركة، اه أستاذ سيد وأستاذ حمزة. اه. يعني انا دول عارف اللي حمزه، بيشوفوا حمزه جميل. الوجه بقى اللي هو بتاع الترزيع والتكسير مم. والزعيق والحاجات حمزه دي. بيزعق. انا هما اه بيجوا لي هما الاتنين، اوكي. انا افضل بقى وابن ايوه ان انت بتخش وبتاع، فهم يفضلوا ساكتين. ممكن سيد، استاذ سيد يلعب بالموبايل، اه واستاذ حمزه يقعد يرد على الناس على الواتساب، هم بس عايزين انا اطلع طلع يا النيجاتيفز. باشا. وخلصت. طب يخرجوا ويمشوا اه وخلاص. طب ايه ردة الفعل؟ مفيش ردة فعل. اه. يعني ايه الخطوه انت اللي بتطلع هناخدها؟ مفيش. داخلي يعني. داخلي بقى علشان ما اتنقتش، يعني اه عشان ما يجيش السكر اه. والضغط والكلام ده. طب فهم بيبقوا ما فيش عارفين. حد خالص انت شايف ما عمل معاك منافسه شريفه مثلا؟ يعني ما فيش ما حد؟ هو ما منافسه تيجوا يا جماعه نعمل ايه هي كولابريشن المنافسه مع بعض. الشريفه؟ انا يعني ما نفسي فيش. اعمل ده. يعني انا هقول لك على حاجه، انا مثلا انا ليا ناس صحابي وهذكر اسمه، صاحبي واخويا اسمه محمد ابو العلا، وكان شغال معايا وبنشتغل مع بعض حاجات كتير، وعنده شركه انتاج وبرودكشن وكل وماركتنج زيي بالظبط، بس كتير جدا شغل بنعمله مع بعض. مم. هو يجيب شغل ونعمله احنا مع بعض، كان وانا اجيب نفسي شغل ونروح نعمله مع بعض. والله. وعايز اقول لك وبننزل ما شاء الله السوق كلنا احنا مع بعض، احنا ايدينا في ايد بعض وجنب بعض، والناس شايفانا احنا مع يعني واحد. اتمنى، ودي يعني للمره التانية ان انا اتكلم في الموضوع ده، ان انا اتمنى نعمل تحالف كشركات هجرة ليها كريديبيليتي في السوق، علشان نقطع الطريق على النصابين. وخاصة ان دلوقتي للأسف الشديد كل الناس بتتكلم عن النصابين، لدرجة ان احنا ما بقيناش عارفين مين مين النصاب النصابين. ومين الشاطر، صح؟ فمين كله والله عمال يقول لك بص، خلي بالك من النصابين، خلي بالك لا يتنصب عليك، وهو نفسه طب امتى اخلي بيتنصب بالي ان عليك. هو يتنصب عليا حاسس ان هو نصاب؟ دلوقتي الريتش ماشي في عقود العمل الفيك، بلس ان الريتش ماشي على حاجات ليها علاقه ببرامج اسمها برامج التطوع، بلس ان اه الريتش ماشي شفتها كتير على على السوشيال ميديا. فيز مضمونه وفيز مش في مضمونه وفيز مش طب عارف اعرف ازاي ايه. الشركه ده يعني يا نصاب جماعه ما ازاي؟ هو ما أنا ممكن اروح مكتب والاقي دنيا هنا انا عندي حاجه. النصاب مش هيسيب لنفسه ثغره. اه النصاب ما هو نصاب. هيديك عقد، وهيديك فاتوره، وهيعمل لك سجل تجاري، وهيعمل لك بطاقه ضريبيه، وهيعمل لك كل حاجه علشان ما تشكش فيه ان هو نصاب. يعني ان الشخص يتنصب عليه في الوقت الحالي في مكتب سفر او هجرة او الحاجات ديت، يعني ده احنا كارثة من ضمن الكوارث. مين اشترى دلوقتي الترماي؟ في ما فيش بقى، خلاص الزمن ده عدى. بس ما في فيش لا خلاص بس نصابين في بس لا المجال. مصطفى فيه في يعني خلينا نتكلم نصابين في بأمانة. مجال السفر للدول العربية وللهجرة غير الشرعية. الهجرة الشرعية وفقا للسياسة الحالية وللانضباط الأمني الحالي وللرقابة المالية والإدارية اللي بتقوم بها النظام الحالي، مفيش، أقول لك بنسبة 100% مفيش مكتب سفر لأوروبا عن طريق سياحة أو دراسة أو هجرة أو بحث عن عمل نصاب. فين النصاب؟ مكاتب الحاق العمالة بالخارج، مكاتب العقود العمل برضه بيمسكوهم وبيجابوا على طول. وبيجابوا. شايف الاداره السياسيه عامله شغل جامد جدا، صح؟ يا ما شاء الله الانضباط الامني انا برضو عارف ان الحالي. انت ما شاء الله ليك برضو دور يعني مجتمعي انا عضو كويس. مجلس، انا عضو مجلس الوطني للشباب بقالي حوالي داخل في السنه الثانيه اهو. ما شاء الله. يعني احب اقول لك ان الانضباط الامني الحالي خلاص الوضع بالنسبه لك. يعني احنا كنا زمان، عارف ليه السوشيال ميديا دلوقتي فيها رقابه وانضباط؟ يعني اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده احنا كنا بنشوفه في الافلام. لما تيجي كومبير الموضوع، ده حقيقي. كنت بتخش تتفرج على فيلم بتلاقي الكباريه وبتلاقي اللي في السجن وبتلاقي الكلام ده. كان الفيلم بينقل لك جزء من الواقع. دلوقتي السوشيال ميديا بتنقل لك الواقع نفسه، الواقع الحقيقي. فدلوقتي الانضباط الامني وان الداخليه مواجبه التطور اللي بيحصل، واخده بالها من كل حاجه. مفيش حد بيطلع انت دلوقتي. انت بتتكلم عشان انت كمان يعني برضو انت عندك حته حلوه، انت قاعد مع الناس برضو في القيادات وشايف الكلام ده،
وانت على الارض دي حقيقه، شايف الارض وشايف دي الناس حقيقه. شايف ودايما شايف الشباب يعني اللي بيجوا لك، شايف بنادي شغال معاك جدا يعني انت مش منعزل قصدي خالص يعني مش في جزر خالص منعزله خالص. ودلوقتي الهجرة غير الشرعية خلاص بقت لا تذكر. الموضوع بقى يعني مصر كانت في البداية بتشترك كونها كدولة معبر ودولة دلوقتي مصدرة خلاص. ودولة مصدرة. آه. فما بقيناش ولا مصدرين ولا مستوردين للهجرة خالص. غير الشرعية، ما شاء خلاص الله. شكرا. ولا معبر، فيش مركب بتطلع من مصر، آه. كلها من ليبيا، واللي بيطلع بيتجاب. آه. فخلاص الوضع بقى بالنسبة لنا أقوى تمام. بكتير جدا. واحدة واحدة البلد هتتحكم اكتر من كده بكتير. م. وهيبقى التوعية من ناحية انك تسافر، انت بتسافر هتفيد نفسك وهتفيد بلدك. الهند خامس اقوى اقتصاد في العالم، اكتر من 25% من الشعب الهندي بره الهند. طب قول لي بقى قصص انت شفتها راحت معاك وده بيفرق طبعا جدا. يعني مثلا لما مثلا باجي اصور معاك وانت بشغل مثلا معاك كبيرسونال براندنج وانت بتنجح، فانا بكون فرحان، بحس ان ده نجاحي. ايوه. قول لي بقى حد انت جبت له تاشيره سواء في الاديوكيشن او في الاميجريشن او حتى فيزا يعني سياحه وانبسط مثلا، خد اكسبيرينس حلوه. يعني انا في البدايه اول ما جيت فتحت MG كان بالنسبه لي ان انا شارك محامي وشارك شركه اقدم مني واكبر مني، كان بالنسبه لي ده سبق صحفي. انا افضل كل يوم يعني الحمد لله وافتخر في اي ميتنج احنا شركاء الفلان. عارف دلوقتي انا ولا مشارك محامي ولا مشارك ولا اي حاجه في الدوله، انا مشارك جهات هنا تساعد العملاء. العميل ده هو ده البلان بتاعتي. معظم الناس لو ما كانش كلهم اللي سافروا هم شغالين معايا. اللي بيستقبل عميل تاني في المطار فبياخد كوميشن، اللي بيجاب له سكن والله العظيم. وده بيساعد ده وده يعني بيساعد ده وده بيساعد ده كله. دي حلوه دي جدا. انا عندي ناس موجودين في كندا ده بيساعد ده وده بيساعد ده وده بيساعد ده وده بيساعد ده جدا. وفي منهم واحد فتح شركة سياحة فيلا بينا، موجود في اسبانيا دلوقتي. طب بص بلاش نقطع على بعضينا، خلينا ايه شغالين حبي ود، ما تجيبش سيرتي مش هجيب سيرتك. بس حتة ان العميل يسافر فانت تروح تستقبله في المطار وتروح تخلص له اقامته وبتاع دي معاك وبي تو بي. وانا كل اللي انا عايزه منك ان العميل ما يشتكيش بس، هو ولا عايز فلوس ولا عايز اي حاجة. انت زي ما تساعد غيرك، مش انت تعمل معاك كده، اعمل مع غيرك كده وخد منه كوميشن. ويا فلان فاكره اللي كان عامل معانا فيديو من شهرين، فاكره ده اللي هيقابلك في المطار واديله 200 يورو. جدا جدا. وعملت ما شاء الله. في واحد قاعد بيدرس دلوقتي مش عايز حاجة، كفايه اللي مستر مصطفى ده. انا في واحد اللي موجود دلوقتي از انترناشونال ستودنت بيدي استشارات للعملاء الطلاب اللي في سنه علشان شد حيلك في اللغه، اشتغل على نفسك في الحته الفلانيه. والله واحد في اسبانيا يدي استشارات، واحد في كندا، واحد في امريكا. جدا جدا. وقد ايه ان الناس بتبقى، انا مبسوط ان دي كوميونتي اتعملت كلنا بنساعد بعض. يعني انا مش بتعلمني ليه يا باشا؟ ما هو يعني انا بقول لك 75% من اللي احنا بنعمله ما بنقولوش. ليه صح؟ ما هو تعالى بقى جرب. ما انا هفضل اصور لك البرجر وطبقه البيف قد كده وتيجي يعني تلاقي طبقه البيف قد كده. لا اتكلم معاك بصراحه. قول لي بجد والله معاك. انا عندي مشكله في ايه يا عم؟ انا لما انا اشوف الكلام ده، خلي بالك قصدي يعتبر يعني السوشيال ريسبونسابيلتي عندك اصلا طبعا. ان الناس لما بتشوف الكلام ده، يعني كان عندي تجربه في برنامج تبسم، والبرنامج كنت بنزل بعمل حاجات خيريه في الشارع، والناس الناس كانت تقول لي ما تظهرش الكلام ده. لا لما لقيت فيه الفيدباك الناس كتيره بقت تقلدني وبتعمل ده، انبسطت قوي جدا. وانبسطت من تغيير حياه ناس. دي حقيقه. وان انا كنت يعني والله ناس كانت بتكلمني من كندا واستراليا وفرنسا وعايزين يتبرعوا للناس دي، فانا كنت ببقى مبسوط. فانت كنت مؤثر، فانت جداً. ما شاء الله انت بتقدم رسالة فعلا ومؤثرة. احنا بنحاول نعمل ده مش نقوله. يعني دايما الهاجس بتاع اشتري شقة في التجمع الخامس بمقدم 30,000 جنيه والشقة ب3 مليون جنيه. انا مش عايز اخرج بره العباية دي، وان انا اطلع بفيديو وتأشيرة وتعالى ومضمونة وهعمل لك وهسوي. انا الحمد لله احنا بنينا مدرسة في المجال ده كلها بتقلدها دلوقتي. انه شخص يروح معك لحد السفارة يسلم ورق ويفضل قاعد مستنيك لحد ما تخلص، افضل اتابعك كل يوم. ده كول سنتر وحاجة ديلي ستيتس بتبعت لك، تبعت دلوقتي يترد عليك دلوقتي اني تايم اي وقت بعد الساعة 6. يعني كل ده احنا بنوريهولك انك تشوفه، سواء انفلونسر او غير انفلونسر.
انفلونسر بقى. تعال قول لي على الانفلونسرز. ايوه انا شايفك ايه يا عم، كميه انفلونسرز ونجوم ولاعيبه كوره انا قلت ده كلاينتس إيه والله يعني هو بدأ معايا كلاينت. دافعين كام؟ لا والله انا اول حاجه بيبقى اي كونتاكت ما بيني وما بين شخص عايز تسافر دايركت اد ولا ان دايركت اد، اساعدك وتشوف السيرفيس فاطلع اقولها. وده اللي بيبني الكريديبيليتي. يعني انت في الاصل ما كنتش اصلا دول كلاينتس، ما كانش يعني انا جاي عشان اخد كلاينتس عايز اسافر بجد والله، عايز اعمل كعب داير جه اصلا كعب داير عايز اسافر. انا كاكسبيرينس عندي، انا لما جينا نعمل برنامج كعب داير انا والزوزات انا والصراحه اللي عجبني جدا ان انا اتكلمت في التليفون، قالوا انا عايز يا جماعه عندي كذا، فقالوا لي تعالى هنعمل وانا بقى أنا رايح بقى رئيس مجلس الاداره ده وشايف الصوره بقى في البتاع وصوره كانت بلاك كده، ده راجل كبير ماشي وابنه بقى متوفي وحاطط صوره ابنه مثلا انا داخل بقى دكتور مصطفى، فانا داخل عندي ايه وقاعد بقى في المكتب دكتور مصطفى بقى وراجل كبير ده، طب اعمل ايه بقى يعني هكلمه باي طريقه. فدخلت لقيت مصطفى الشاب الجميل الروش فالصراحه انا كاكسبيرينس عندي لا انا رحنا ككلاينت ده حقيقي. كل اللي انت شايفه كلاينتس، حتى لعيبه الكوره حتى لعيبه الكوره كله كلاينتس كله عملاء كله جاي عايز يسافر وكله بقى بورد اوف ماوس. انا شايف ان وورد اوف ماوس اقوى من اي حاجه طبعا. انا خدت تاشيره طاهر مسافر سافر يعني اترفض في اوروبا قدم معانا اتقبل الحمد لله يو كي نفس الكلام. هو عامل فيديو شفتها وكان عامل فيديو انه اترفض وجالنا واتقبل. عمرو راضي محمد النادي كريم السيد احمد الخميائي احمد مجدي الخميائي احمد هشام احمد البدوي اللي مع الجنسيه الفرنسيه كله كلاينتس كله صور لك فيديو يا خد تاشيره يا في الدوله فانا سافرت اخرهم اسماء رؤوف وغيره كله سافر عن طريق ام جي فطلع قال اللي اتحكى. شايف ان اكسبيرينس جدا حلوه جدا وكلهم كويسين. احكي لي بقى يعني عشان بص انا برضه في عالم الانفلونسرز عارف انا جوه اللعبه يعني تجربه سيئه انت قابلتها في التجربه دي او في العالم ده، عشان برضه هو خلي بالك الناس دايما شايفه العالم ده مبهم شويه والناس شايفه الصوره اللي طالعه بره، الناس مش شايفه ما وراء الصوره. هي دايما الخطه بتاعتنا ان لو في اي انفلونسر او بلوجر كلمنا فلازم يجي يعمل كونسلتيشن معايا. فشخصيه ما مشهوره جت هي وزوجها عملت معايا استشاره في المكتب. كان استشاره تفكرني والله لا مش هنقول اسمها. فجت عملت معايا استشاره في المكتب قعدنا يعني كانت هي جايه بتجربه سيئه ان هي اترفضت في امريكا برضو مرتين. فبناء عليه اتكلمت معاها لا احنا لازم نعمل 1 2 3 ونشتغل بالشكل الفلاني وانتي في الانترفيو لازم ناخد التاشيره ديت قبل ديت وتشكلي العامل الاساسي انك ترافلر انك بتسافري وبتروحي وبتيجي والكلام ده. طب يلا نبروسيد طيب تمام خلاص ده كارتي في ارقامي البيرسونال خليني اتابع معاكم اول لما تاخدوا القرار يلا بينا على طول. فتمام وخرجوا ومشيوا والدنيا تمام. انا ماشي مروح لقيت الكارت بتاعي في باسكت الزبالة قدام الاسانسير. بس ممكن يكون اي حد تاني. ما انا بقى جه بقى طب كارتي مرمي في باسكت الزبالة تعالى يا فلان تعالى يا علان كارتي ده ايه طب مين طب بتاع طب ارجع للكاميرات. رجعت للكاميرات لقيت هي كانت ماسكة الكارت فجوزها خد من ايديها الكارت قام جاي رميه في باسكت الزبالة. طب ليه قابلتهم وحش طيب؟ خالص اطلاقا مفيش. او يعني انا مقابلتك انا شايف الناس كلها صعب تقابل الناس كلها كويس جدا وكان ميتنج مثمر وانا صعقت وقعدت 3 ايام مصدوم. اتأثرت جدا يعني ارميه تحت في الزبالة اللي تحت ترموش قدام باب مكتبي. قدام باب المكتب كان فيه باسكت زبالة رماه. شايف يعني ليه بقى ممكن شايف ليه يعني ما هو بعدها ب3 ايام رجعوا تواصلوا معانا ان يلا نبدأ. اتواصلوا مع مين؟ مع السيلز. ليه؟ كارت اترمى ما معهوش رقمي اصلا كارت اترمى فلا مش ما عادش معاه خالص. ولا بسبب 1 2 3 لا والله وما كانش قصدنا وقال عادي يعني ما ده زيه زي بورشور ايه انا كارتي اترمى في الزبالة. يعني موضوع ريسبكت انزل ارميه
في الشارع ما ترموش قدام باب مكتبي، طبعا ده عيب يعني. طبعا. وهنا بقى ان في وجه تاني للانفلونسر الناس ما بتشوفه، مع ان الشخصيه ديت محبوبه جدا جدا هي وزوجها جدا. فده جزء من الحاجات. جزء تاني ان في اتنين منافسين شرسين جدا ومشهورين جدا جدا. منافسين بالنسبه لك؟ منافسين لبعض قدام مصر كلها عارفه ان فلان منافس لفلان، وفلان بيقلد فلان، وفلان مع فلان. في شركتك ولا انفلونسرز؟ اتنين مشهورين جدا وانا وانت عارفينهم. ايوه ومشهورين والدنيا سواد ما بينهم، وكانوا بقوا ما زالوا في تلقيح وفي بتاع. انا اتعاملت مع واحد فيهم. انا عندي بقى رولز ان انا ما اقدرش اتعامل مع التاني مهما عمل لي ومهما بعت لي. ده احترام دي جدا جدا. وفي فلان عندك كلاينت وده كلاينت يعتبر. لا ما معلش، انا اتعاملت جدا. مش هتعمل كده الصراحه. التاني كلمني، طب انا سامحني هساعدك كل حاجه فريندلي وايز لو سمحت، ولا حد يعرف انك كلمتني، ولا عايز ريفيو ولا عايز اعلان حتى لو ببلاش. هعمل لك كل اللي انت عايزه. بس انا مش عايز اعلن لان انا بتعامل مع فلان وانت عارف، فده هيبقى مش حلو لطيف. طب اتنين منافسين، الاتنين ترافلرز، وده رايح نفس الدولة اللي ده رايح لده. تخيل بقى انا بعمل حاجات الاتنين نفسهم ما يعرفوهاش، ان انا مش هودي ده في الوقت اللي الشخص دوت موجود فيه في الدولة، لان ده بيببلش فيديوز وليه فانز كومون مع الفانز بتاع ده. فده لو ده في US انا هودي ده UK وببقى قاصد. فالاتنين بيسافروا والاتنين ليهم فانز كومون، فانا بالنسبه لي ما اقدرش اودي الشخص دوت في نفس الوقت جدا. والاتنين ما يعرفوش حاجه. وده عارف ان انا بتعامل مع ده، وده عارف ان انا بتعامل مع ده، بس انا ما اقدرش ان انا اقول لده ان ده هناك او اقول لده ان ده هناك. ويجي هو الحساسيه بصراحه في عالم انا عندي برايفسي طبعا تو اند انكريبشن. انا واخد ايزو في الكاستمر سيرفيس، واخد ايزو في البرايفسي، ان انا عندي سريه قصوى للعملاء. صف انت ما خدتش الموضوع بقى ان انا اكسبيرينس وفهمت شغلانه، انت خدتها كمان وتعلمتها وطورت نفسك فيها جدا. انا خدت الموضوع بجد جدا، وسافرت كله يعني. ورايح وبتعامل بشكل فول بروفيشنال، ان الشركه دي تفضل لحد 20-30 سنه اللي جايين. ابقى في يوم من الايام قبل ما ابقى رئيس الوزراء الكندي اقعد جنب شارك تانك، اقعد جنبهم كده واقعد اقول لهم الانوفيشن في البوسيبيليتي ممكن تعمل جروس ريفينيو. ما انت تبقى قاعد جنبي افتكر عشان احنا والراجل ده يجي برضه يقعد معانا والراجل ده وانتي تبقي معانا برضه. فيعني ان شاء الله باذن الله البروفيشناليزم اللي احنا عاملينها في الشركه اللي كل يوم بنعمل ابجريد، وما عندناش. شايف انك عايز تطور في الشركه في حاجات تانية جدا، هتروح اماكن تانية جدا، وما عندناش مشكله ان احنا عندنا مشكله في الحته الفلانيه ومتعاونين جدا. انت بتقول لي مصطفى انت عندك مشكله في الحته ديت، انت احسن ما تقول لي انت جميل. أيوة، يا سلام انك تقول لي انت الحته ديت عندك فيها ازمه، عيني نعملها ونصلحها، وافضل ليل ونهار وما نمش لحد ما تتحل، واستشير فيها ناس اكبر مني وناس يعني عندهم اكسبيرينس اكتر مني، وابدا اقرا كتب واقدر اتعلم هنا، واروح احضر مؤتمرات بره مصر عشان اتعلم الحته ديت. طب قول انت في غلطه غلطتها ودفعت مقابلها كتير جداً يعني جداً سواء بجهد او بفلوس جدا، وكنت راضي؟ كانت قول لي كده، كانت الحماسه في البدايه واخداني في انك هتيجي تدفع لي فلوس، لو اترفضت هديها لك تاني. بس لبست اسود بقى بتتربط كتير يا باشا. لبست اسود بقى بعدها، فضلت اعمل فور ريفند. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بتدي فلوس، اترفضت، في فلوس هنا اتصرفت قدام عينك. ايوه، ترجمه وسفاره وميعاد، كل حاجه. ايوه، ترجمه وسفاره وميعاد، خد الباقي. ايوه، ده انت اللي صارفهم بايدك، انت عارف ان الترجمه بكذا والميعاد انت اللي دافعه بايدك، بس ما بتاخدش فلوس يعني بتاعتك انت. لا فهمت. خد، اترفضت ولا ضرر ولا ضرار، اللي اتصرف خده وشكرا. بصراحه قول لي بصراحه، انما كنا قبل كده قد ايه تقريبا بيترفض؟ يعني نقول كام في المية؟ كام في المية بيتقبل؟
60%. 60% تقبل، اه ده رقم 40% كبير جدا. لان بقى معانا فلتريشن، بقى رقم عارفين كبير. الناس اللي بقى فيها عندك بوتنشاليتي. طبعا تعمل ده. ده يتقبل، ده لا، ده اشتغل على نفسك 3-4 شهور الجايين ومتابعينك لحد ما تعمل 1 2 3، ساعتها اجهز توصل وتعالى للنسبة وهنروح مع بعض بس تاني. بتبقى تمام. يلا مم. انما واحد يجي لك يقول لك قدم لي وخلاص وانا ماشي، قدم لي يا عم اترفض هتقبل، دي مش، لا ما عندناش. طيب يعني انا بقى في النهايه عايزك تقول لي الناس اللي كانوا بيشوفوا مصطفى زمان الشاب الفاشل النهارده الناس دي بتقابل مصطفى. انا عارف الاي دي لما بنخش مع بعض بنبص بعينين بعض ايه، في ناس حقوده وفي ناس جدا فرحانه ولا كله حقود؟ عيني انا بقى، انا عينك مش بقى شايف بتشوفه، ده. انا مش شايف ده للأسف. مش بتشوف والله خالص. لان الايجو ده بالنسبه لي برضو عندي ترمومتر انا كده. شايف ده الصراحه. بس انت بتكون شايف ايه من معاملاتهم؟ طيب هو كان زمان كان معاملاتهم صعبه قوي، التمثيل نوعا ما بقدر افشه. اللي هو بيمثل يعني، بس جواه الدنيا فيها مش مضطربه. بس انا دايما يعني انا عايز افضل الشخصيه دي. انا افضل الشخصيه دي، بس ده اللي انا بالنسبه لي واخد فيه قرار. انما انت تعاملني ازاي انا مش هكنترول على ده، لان ده حاجه ولا ربنا كتبها على نفسه ولا الانبياء كتبت له. صح. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتشتم كان وبيتضرب وبيتهان وبيتكذب. سيدنا عيسى اتذم في مامته واتذم في سيدنا موسى، سيدنا يوسف، كل انبياء اللي اتقالوا في القرآن واتذكروا في القرآن اتشتموا وعانوا معاناة وحرب شنيعة جدا مع أمتهم. فدي حاجة احنا كبني ادمين يعني ما الناس كلها امتى انما السلام الناس يعني اختلفوا عليه، ربنا نفسه اختلفوا عليه. فطبعا لازم انت كبني ادم الناس تحبك والناس ترفض. عارف لو تصالحت مع ده، ان في واحد بيحبك والتاني بيكرهك، الدنيا هتمشي معاك جميلة، هتعرف تنام. انا في الاول مكنتش بعرف انام، وواحد كان يغلط فيا فلازم اشوف. ساعدتك في ده دوافعه جدا جدا انها تعمل لك البالانس، ان هي انا بحبك عيالك بيحبوك خلاص بس تمام. يا سلام، انت عايز ايه تاني؟ ده وستر ربنا موجود. انا بحبك وانت وحش، وبحبك وانت حلو، وبحبك وانت بتغلط، وبحبك وانت ما بتغلطش، وبحبك في كل حالاتك. انت عايز ايه تاني؟ اللي بره بقى حبوك كرهوك عملوا لك فانت من الاخر خلاص انا اماني في البيت. اللي بره ده بره الفريم بس. طيب مصطفى انا كنت مبسوط قوي ان انا النهارده معاك بجد. انا كمان والله جدا. وحلقه حلوه وجميله وديكور جديد جدا معمول عشانك انت مخصوص. ربنا يخليك يا رب. ربنا وانا يستر. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الايام الجايه تبقى موجود بشكل مختلف. وانا فرحان ان مصطفى الحقيقي ان شاء الله النهارده طلع وفضفض بقى، فضفض كل حاجه. ربنا يستر. بس انا عايز اخر كلمه، قول لي التركايه، عايزك تقول لي التركايه اللي في حياتك فرقت معاك في شغلك، والتركايه اللي فرقت معاك في حياتك، في حياتك الشخصيه وفي شغلك. التركايه اللي انت خدت بالك منها ونجحتك وكبرتك، والتركايه اللي انت ما خدتش بالك منها ووقعت فيها. التركايه اللي انا خدت بالي منها ان انا يبقى عندي رحمه. العلم بالاحساس رحمه. ربنا قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. علمك بالاحساس رحمه. دايما في بدايه كلامي مع اي حد عميل غيره، انا عارف انك تعبت وعارف انك بتعاني وعارف انك بتبذل مجهود، بس احنا لازم نعمل 1 2 3. انا عارف انك متضايق ان انا خصمت لك امبارح، بس انت عارف انا خصمت لك عشان 1 2 3. فدي كانت بالنسبه لي نقطه تحول، لانها ما اتعملتش معايا، ما عشتهاش. فدايما كنت يعني انا حاسس بيك، ودايما حاسس باللي حواليا، ودايما ببقى يعني حاطط في اعتباراتي ان انا مش عايزهم يزعلوا. الحاجات اللي انا يعني وقعتني او فشلتني ان انا ايموشنال جدا. دلوقتي ما بقيتش نوعا ما ايموشنال جدا. يعني كنت في البداية وده وقعني كتير جدا، كنت بتأثر بأي حاجة ممكن تحصل حواليا. كان بابا ممكن يبص لي بصة وحشة اتضايق واقعد افكر فيها يومين. كانت مامتي ممكن ما تردش عليا فافضل بقى اخد ودي. كان ممكن حد مثلا يشتم، نيجي عاملين ميتنج فمصورينه ويوم جاي كاتب كومنت شوية كلاب، فانا ما اعرفش مين ده. وهنا الهيت كومنتس والحاجات ديت يعني ده اتعلمته ان انا ما بقاش ايموشنال، خلاص عادي اتعاون اتجامل يعني على طول وابدا اعدي والموضوع تمام. فدي في حياتك الشخصيه بقى اللي فرقت معاك فعلا، اكون او لا اكون. انا بالنسبه لي دايما انا اللي عندي مشكله، مش اللي حواليا اللي عندهم مشكله.
دايما ما بعيش دور الضحيه وما بلومش طريق انا اخترته. انت اخترت تبقى كويس، فالكويس ده بيدفع كوست عالي جدا جدا. يعني اي شخص ناجح، تأكد زي ما قلت في البداية ان اي شخص ناجح ما بيعرفش ينام، الدنيا بالنسبة له صعبة جدا. انت بتشوفه راكب العربية بالشيء الفلاني، انت ما تعرفش الراجل دوت عايش حياته ازاي ودنيته ماشية ازاي وكم التضحيات اللي بيضحيها بشكل عامل ازاي عشان يركب العربية ديت. فلو انت بتروح تاكل وتنام فاحمد ربنا، لان هو اللي راكب عربية احسن منك ده، لان كل واحد فينا عنده ال 24 قيراط. صح. انت واخد ال 24 توزعها. قيراط وانا واحد واخد ال 24 قيراط. انت صح. 24 قيراطك في حتة وانا 24 قيراط في حتة تانية. انت بتقدر تعمل حاجات انا ما بقدرش اعملها، صح. وهكذا. بس انا عايزك بقى ايه، عشان انت قلت اكشن. أيوة. ماشي، اختم انت الحلقه بقى، يلا. يعني انا مبسوط والاول مره اجي ميتنج ما يتحضرلوش ولا سكريبت ولا اسئله ولا اجوبه. انا في اي ميتنج، بودكاست، انترفيو، تلفزيون، لايف، مع مذيعين، مع في سكريبت، في سين وجيم وتعرف وتقول ودي في الثانيه الفلانيه والاجابه في الحته الفلانيه، وما نخرجش بره البين قوسين. لاول مره بودكاست التركاه فيه انه رياليتي بنسبة 100%. فانا مبسوط جدا ان التجربة ديت ان شاء الله بإذن الله يعني تتكرر مرارا وتكرارا، وان انا مع شخصية عظيمة. حبيبي، كل اللي انتوا شايفينهم دلوقتي على السوشيال ميديا هو اللي كان سبب بعد ربنا في ظهور الناس ديت. فيعني انا متشرف وفخور جدا ان انا كنت معاك النهارده، وان شاء الله تتكرر كتير باذن الله. نورتنا درش، وان شاء الله مكررين، وهتيجي هنا بقى ايه لما يكون رئيس الوزراء الكندي، ما تنسوش. ها، ان شاء الله. السلام عليكم.